اول لما حطيت تسعير لو كان بيجي لي 100 بقى بيجي لي 10. مش هبيع الفنكوش، مش هبيع لك الهوا. انا عندي فضول رهيب وانا متوقف على الصدمه ان الاعداد نزلت النزول ده. قبل ما احط سعر انا قعدت مع الناس كلها وقلت لهم انا عالي سعر. طب اقول لك على حاجه تضحك، هو اكبر حاجه ممكن تاخدك لتحت في ثانيه هو الايجو. محمد شريف رائد اعمال، فتنس ونيوتريشن كوتش وبزنس كونسلتنت في مجال الرياضه. لو جينا نتكلم على محركات النمو، ازاي انا جبت كلاينتس اكتر؟ 4 حاجات. انت كسي او انا شايف ان انت ليك شغلتين. 100 ريفيو 5 نجوم، لفت نظري قوي ان هم 5 نجوم مش 4 و9 مش 4 و8. لو انت عندك الكلام ده كله اللي حصلني يكسرني. دي اكبر نعمه عندي في البيزنس، هو اقوى واحسن واثمن نعمه. طبعا الكلام ده هيتغير في خلال دقايق، هحكي لك اللي حصل. لو بتتفرج علينا من خلال يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو بتسمعنا من خلال منصات البودكاست زي ابل بودكاست يا ريت تعمل لنا ريفيو وسيب كومنت قول لنا ايه المواضيع اللي انت حابب ان احنا نتكلم فيها الحلقات الجايه. شريف، انت الباك جراوند بتاعك انت كنت ما شاء الله شاطر جدا في الجامعه، بعد كده سواء في كارير في اكاونتنج او في البانكينج اشتغلت لفتره حلوه جدا في واحد من اكبر البنوك في مصر. من بره نبص على ده نقول ان ده البيرفكت كارير، او ان يعني لو انا قصيت السي في بتاعك كده وجيت بصيت انت عملت ايه، ما شاء الله شاطر جدا في الجامعه، بعد كده دخل حاجه ليها علاقه بالاكاونتنج، بعد كده اشتغل في اكبر بنك في مصر. انا متوقع ان انا اشوف بعد كده بقى ان انت اترقيت في البنك ده، بقيت مدير البنك ده، رحت بنك تاني وطلعت بقى السلم الوظيفي ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اولا انا كنت ماشي فعلا في الكارير بتاع البانكينج على اساس ان انا نفس اللي انت بتتكلم فيه، ان انا عايز ان انا اكون بقيست بترقى، بحاول اوصل على قد ما اقدر ان انا للجول اللي انا عايزه او اللي انا اكون بعمل اللي عليا، واحاول اكون احسن فيرجن لنفسي في ايا كان انا بعمل ايه. وبعدين I realized هل اللي انا بعمله ده متوافق مع البيربس بتاعي، متوافق مع الفاليوز بتاعتي، متوافق مع اللي انا عايز اعمله كل يوم الصبح. وعلى فكره انا عايز اقول لك ان انا في بدايه القصه دي، بدايه البانكينج وبدايه ان انا دخلت توغلت في القصه دي، انا كنت عارف من جوايا ان انا مش عايز ده، بس في نفس الوقت انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اميك كارير اوت اوف الرياضه والنيوتريشن والهيلثي لايف ستايل في العموم تبقى ده كاريري. بس دي كانت اكبر ما كنتش لسه مش عارفه فيجواليز لان ما كانش في حاجه اصلا كده ساعتها، وكان ده اوتلاير وسط المجتمع. انت النهارده بتذاكر بزنس فاينانس، جامعه امريكيه، بتنفست عشان توصل في بوزيشنز معينه، شايف كل البيرز اللي حواليك بيئم اللي هم انفستمنت بانكينج، برايفت اكويتي، حاجات فيري نيش فيري سبيسيفيك. فكونك انك بتفكر تفكير غير ده في حد ذاته ما كانش حاجه كومن كبدايه. بس اللي انا مينلي اللي انا كنت اهم حاجه بالنسبه لي كنت عايز اعملها، وافتكر دي حاجه على العموم بحمد ربنا دي حاجه في شخصيتي، ان انا ايا كان انا دايما كنت بقعد بتكلم مع مراتي ساعات اللي هو بقول لها انا لو كنت شغال دكتور كنت، ولا انا بعد ما يكون عند دكتور يعني كنت احاول اكون احسن دكتور في اللي انا بعمله. انا مش فكره انا بعمل ايه هي او ايه الحاجه اللي انا بشتغل فيها في العموم، في البروسيس اتسلف هطور نفسي في البروسيس قد ايه لحد ما اجيب اخرها قد ايه. بس في الاول وفي الاخر لو انت بتصحى الصبح مش حابب اللي بتعمله. هل ده كان من الاول معاك من ايام المدرسه؟ انت اتحطيت في موقف في المدرسه لازم اعمل احسن حاجه في المدرسه، كليه، ده كان من الاول معاك؟ انت كنت شاطر جدا في المدرسه، كنت شاطر جدا في الكليه، هل دخلت اصلا البانكينج؟ انت عارف انت بتقولي ان انا من اول يوم وانا مش عايز احس ان ده مش حاجه مكمله معايا، هل ده كان بسبب بير بريشر، ضغط من الناس حواليك ان ايه ده كله بيعمل كده فانا محتاج اعمل كده، ولا كان زي ما انت بتقول اللي هو انا مش عارف اعمل ايه تاني، اللي انا بحب الرياضه وممكن نتكلم على الباك جراوند ده اكتر، الرياضه اصلا جت منين، انا بحب الرياضه بس مش حاسس ان انا دي هقدر اعمل منها كارير، فايه ايه اللي زنقك اصلا في حته حلو. انا الاول انا مقتنع ان انا حاسس دايما في تشالنج معين انا مش عارف ان انا احله لحد دلوقتي. ازاي احنا بنبقى شباب في سن صغير بنحدد احنا عايزين نعمل ايه واحنا عندنا 17 سنه
و18 سنه وتخش كليه ايه ولا تخش جامعه ايه ولا تكمل بقيه حياتك. انا خبرتي اصلا في خلال 17 سنه تكاد تكون معدومه. فانا بناء على ايه بقرر ان انا عايز ان انا اخش في بانكينج ولا اخش دكتور ويعني بنظرتي المحدوده على قد ما اقدر لقيت ان معظم الناس اللي حواليا لو حد والده شغال دكتور موست بروبلي هيحاول يخش كليه طب، لو هندسه هيخش كليه هندسه. انا والدي كان في البانكينج كارير ويعني فتره كبيره وكان ما شاء الله بوزيشن مش صغير يعني. فبالتالي انا كنت شايفه في الحته دي ان انا عايز اطلع عامل زيه. بس هل هو ده اللي انا عايزه؟ انا ما كنتش متاكد، ما كنتش عارف. انا دخلت في الاول حاولت، انا كنت ثانويه عامه ودخلت برضو جزء من البير بريشر ان كلش كان داخل هندسه وبتاع، فدخلت علمي علوم. انا مش اشطر حاجه في الماث ولقيت نفسي ان انا بعك ومش عارف. كان امتحان ساعتها الفيزيكس، لو حد بقى من دفعتي هيفتكر بيتزا طايره في الهواء احسب لي الفيلوسيتي. يا جماعه ايه انا بالنسبه لي ده ايه اللي انا بعمله ده يوناني. انا ده حاجه ملوش علاقه يعني اكيد ده مش حاجه هقعد اذاكرها هستفيد بيها في حياتي قدام، بس انا حاسس ان ده مش ليا. فحولت بعديها الادبي وقلت ان انا لا احاول افهم اكتر. وساعتها كان لسه بقى الاي جي لسه جديد والامريكان كان لسه جديد واهلي كانوا فيري تراديشنال اللي هو احنا مش هنجرب فيه يعني. فانا زي ما احنا اتعلمنا هنمشي. الثانويه عامه ادتني انديورنس، كانت بتعلمني ان انا اقعد على المكتب عادي 6-7 ساعات ايزي. تمام. الثانويه عامه دي انديورنس تمام. فانت هتقعد كانك بسبق بقى طويل. فانا ده بالنسبه لي اللي خليني الاول ان انا احس اصلا هل انا ده بير بريشر كله، وانا اصلا عايز اخش جامعه ايه. ولما دخلت الاول اكاديميه، ودخلت اكاديميه بحريه في الاول في اسكندريه، وكنت دخلت بزنس فاينانس وسربرايزنجلي قعدت فيها 2.5 سنين. انا كنت اصلا بدري يعني ناطط 1.5 2 وانا كنت صغير ومش عارف، مش فاكر قوي ملابسات القصه دي، بس انا مش عارف نطيت ازاي. كنت اصغر واحد في الدفعه. فلما نقلت حتى اي يو سي بقى، رحت جامعه امريكيه بعد لما خلصت القصه دي، ونقلت الجامعه الامريكيه بسبب الكاراتيه، كاريري في الكاراتيه. انا نقلت بالصدفه. يعني انا دي كانت حاجه مش بلاند. انا كنت في الاكاديميه، وبعدين دخلت منتخب مصر وكنت الحمد لله متفوق، وكنت رياضيا، وكنت من ابطال جمهوريه وساعتها اسكندريه، انا اسكندراني زي ما انت عارف. فطبعا دي كانت الستارت وكانت البدايه. فلما لقيت نفسي ان انا ببروجرس في الكارير بتاع الكاراتيه، قلت خلاص انا هحاول احط نفسي على الطريق، او والدي ساعتها ساعدني ان انا يلا روح الجامعه الامريكيه. هل دي كانت بدايتك الكاراتيه؟ كانت بدايتك مع طبعاً. الرياضه؟ الباك جراوند بتاعك في الرياضه كان عامل ازاي وانت صغير؟ انا الباك جراوند بتاعي انا يعني كنت بتنفس واكل واشرب كاراتيه. والكاراتيه زي ما دايما بتريق مش اللي هو هي ها بتاع، لا بروفيشنال كاراتيه. انا كنت بضرب واتضرب يعني. انا مناخيري لحد دلوقتي هتلاقي اخده كيرف كده بسبب ان انا اخد فيها فول كيك. فانا الكاراتيه هو حياتي يعني، هو اللي شكل لي شخصيتي، هو اللي افتكر ان هو كان بعيدني على معظم الحاجات اللي في اي حد شاب طبيعي في المرحله العمريه بتاعه التين ايجرز، اللي هو كانت بتحميني من الاخر وشكلت جزء كبير من شخصيتي. والحمد لله كان عندي، انا بقى معترف جدا بقصه المنتورز. انا كان كل فتره من حياتي كان في حد مهم بيلعب نقطه محوريه في تشكيل شخصيتي. وكان عندي ساعتها كابتن محمد جلال، ده كان اهم شخص في حياتي في الفتره دي، ده شكل شخصيتي. كان المدرب بتاعي بتاع الكاراتيه، علمنا يعني ايه ليدرشيب، كان بيعلمنا ازاي نعتمد على نفسنا، المسؤوليه، يعني غرز فينا حاجات كتيره جدا هي اللي مكمله فينا لحد دلوقتي. ده كان المنتور بتاعي في المرحله دي. فالكاراتيه كان البدايه، ده كانت الستارتنج بوينت بتاعتي كمعرفتي بالرياضه. لفت نظري دلوقتي ان انت قلت ان انا نقلت الجامعه الامريكيه علشان كاريري في الكاراتيه، رغم ان الكاراتيه دي كانت حاجه انت عندك ولد لسه صغير، مدرسه، كليه بتاعه. الكاراتيه ده كان حاجه تعتبر على جنب، فانت قلت كاريري في الكاراتيه. سواء بقى وجهه نظرك انت او وجهه نظر والدك، ايه نهايه هذه السكه؟ يعني هو كان بيفكر في ايه؟ هل ده هيبقى فعلا كارير، ولا اللي هو طب احنا هنستغل موضوع الكاراتيه ده علشان نروح مثلا الجامعه الامريكيه؟ الفكر هنا كان رايح فين؟ بص، اولا بالنسبه لحته الكاراتيه دي بقى، دي ما كانتش والدي، دي كانت والدتي يعني. دي كان هي بقى هنا كان دورها اللي هو كمل لحد الاخر، سياسه النفس الطويل. انا كتير قوي كنت لما بتبتدي اي رياضه في الاول ممكن تقعد فتره بعد كده بتزهق.
وده اللي حصل معايا. لان انا يعني كان التيم اللي حواليا بدأوا ان هم ياخدوا بطولات، بدأوا ان هم يتطوروا، وانا كنت لسه هل مش عارف هل كان سني اصغر ساعتها منهم، هل جسمي كان لسه ساعتها مش بنفس قوتهم زمان. يعني الحاجات دي كلها كان يمكن فاكتورز انا مش عارف هي ايه، ولكن ما كانش لسه وقتي. وفضلت ابوش لحد الجولدن ايرا، الفتره بقى الذهبيه بتاعتي اللي بديت ان انا اطلع فيها بطولات الدوليه وبطوله الجمهوريه وبطوله اسكندريه واخش منتخب مصر وابقى كابتن فريق. يعني الحاجات دي كلها دي حصل في سنتين، بنيت له في 14 15 سنه عشان بس ايه السنتين دول. دي كانت بقى حته والدتي، سياسه النفس الطويل، كمل لحد الاخر. هل هي عملته كده ليه؟ افتكر عشان كان بيحميني، يمكن عمري ما سالتها فعلا تصدق، بس افتكر كان جزء من شخصيتي. يعني يعني دايما كنت حتى في المدرسه كان محمد شريف بتاع الكاراتيه، لان انا كنت حياتي كلها كانت فنيها للقصه دي كلها. ما كنتش بنزل كتير، ما كنتش بتفسح كتير نوعا ما، يعني ريلاتيفلي. بس ايه علاقته بالجامعه الامريكيه او الموضوع؟ ما هو سبحان الله ان كل حاجه من دول كان، يعني انا بحس دايما ان قصتي سوفر يعني لحد دلوقتي كل حاجه بتخدم على حاجه، ربنا بيشكلها بشكل معين. وكل ما بكبر اكتر ببتدي اجمع كده البازل كده ايه، واحط الحاجات كده جنب بعض فاشوف الصوره كامله. انا موضوع الكاراتيه كنت بعمله لمجرد ان انا كنت دي اللي انا بحبه، وكان قلت لك كارير لان انا كنت مهتم يعني اهتمام تام ان انا اكون متفوق فيه لاقصى فتره من الفترات. ولما نقلت جامعه امريكيه الحمد لله ساعتها انا كنت كمان الحمد لله شاطر جدا في الكاراتيه، كانوا جابوا لي مدرب منتخب مصر برايفت على حساب الجامعه يكوتش مي لوحدي، يعني انا وهو يدربني لوحدي عشان اعرف ان انا اكمل اكتر. فلا بحاول اقول لك كان حتى الجامعه بتنفست فيا. الكاراتيه في فتره الجيش، انا لما جيت خدمت في الجيش فتره، انا لما جبت بطوله الجيش هناك وكان بقالي سنتين مبطل، بس الحمد لله الميموري كانت موجوده بتاع، خدنا بطوله الجيش، ده ريحني جزء كبير جدا في الجيش. انه كنت سريه رياضيه وكنت متفوقين جوه رياضيا، الحاجات دي كلها. الكاراتيه هو اداني كمان فكره ان انا اخدت تفوق رياضي مع التفوق الاكاديمي في الجامعه، فاداني ديسكاونت ومنحه ساعتها مش قليله. يعني انا خدت ساعتها الحمد لله منحتين، منحه تفوق رياضي ومنحه تفوق دراسي. تفوق دراسي لما دخلت الجامعه كنت الجي بي بتاعي كان كويس، فكان بيديدكت شويه من المصاريف، وفي نفس الوقت الرياضي عمل نفس القصه. فالحاجات دي كلها ساعدتني. الكاراتيه كان محطه مهمه جدا في حياتي، في تشكيل شخصيتي، وفاسيليتيت او يساعد في حاجات معينه في حياتي قدام. بس هل هو كنت اخده كوسيله او تول عشان اوصل لحاجه معينه؟ الحقيقه ما افتكرش ان ده كان الكيس. لا. خليني اسالك، لو هنفاست فورورد شويه او لو هنمشي قدام كده، وعايز اسالك امتى يعني بدا يبان اي نوع من انواع ملامح بس ان الرياضه دي هتبقى ممكن كارير، او ممكن حتى تعملها على جنب بس ممكن تدخل فلوس؟ امتى الملامح دي ظهرت؟ ازاي؟ ايه الظروف اللي ظهرت فيها؟ اول حاجه كل واحد فينا انا معترف ومقتنع لما بتيجي تعمل اي حاجه في حاجه اسمها اوريجين ستوري، يعني القصه الاصل. انت النهارده شغال دكتور ليه؟ هل انت شغال، انا بشغل حاجه بعيدا يعني بتكلم بقى حاجه بعيد تماما عن اللي انا بتكلم فيه. هل انا النهارده شغال دكتور عشان في حد في العيله كان مريض بشكل ما، فانا حبيت ان انا اكون بعالجه لما اكبر عشان ما يتكررش نفس المرض، او حد من الاسره او الكلام ده كله، فانت بديت الشغلانه دي. يمكن شفت دكتور كنت مبسوط جدا بيه بالشغل وبطريقته، فهي انسبايرد والهمك، فانت بقيت الدكتور عشان القصه دي. هل انت نفسك كنت بتعاني من مرض ما فانا كنت بتكلم على سبيسيفيك فيلد، قيس على ده اي فيلد. الفيلد بتاعي او المجال بتاعي ساعتها ما فيش حاجه اسمها كده، كانت الوحيد اللي انت كنت بتشوفه هو كابتن محمد او كابتن احمد او كابتن اكس اللي كان بيتمرن في التراك سويدي. ما كانش في حاجه اسمها ان انت تاخد بروفيشنال كارير للرياضه. انا الكلام ده بتكلم محمد حتى ساعتها ده ممكن يكون اصلا الصبح بيشتغل حاجه تانية. برافو عليك. موست بروبلي بيبقى بيشتغل في شركه وده شغل بعد الظهر. اما ان انا اشتغل شغل تام حر في القصه دي ما كانتش موجوده. الثقافه نفسها ما كانتش موجوده. خلي بالك انا بتكلم على اللي انا بعمله ده كنت بعمله في اوائل 2010.
اوائل 2010 ده فوق ال10 سنين 14 ما كانش في حاجه اسمها كده. فامتى بدا يظهر معايا ملامح القصه دي؟ شفت موديل بتاع شخص الراجل ده كان بيلعب معايا كاراتيه، وبعدين برضو كاراتيه، خدت بالك ان كلها حاجه ليها علاقه بالكاراتيه. ومره واحده لقيت جسمه اتغير كومبليتلي تماما، ولقيته ان هو بيتمرن في حته معينه فاتحه لسه من كام يوم، فشفته كان بقالي شهور ما شفتوش. قلت له انت بتتمرن فين؟ قال لي بتتمرن في الحته الفلانيه. رحت قابلت الشخص القائم على القصه دي، كان لسه حد بيبتدي الكارير بتاعه، لكن هو كان عايش بره فتره كبيره، فكان جاي بفكر متطور. ساعتها كان في كندا، وكانت ساعتها رياضه الكروسفيت لسه بادئه، كانت رياضه شابه ما بقالهاش سنتين. فطبعا انا كنت مش فاهم ايه ده اصلا، الناس دي بتعمل ايه بس كنت انا بدور ساعتها على حاجه تقوي حاجه اسمها الاكسبلوسيف موفمنت او الاكسبلوسيف باور او القوه الانفجاريه في الكاراتيه. تاني كاراتيه، كنت عايز اطور نفسي في الكاراتيه، فدي كانت البدايه. فلما لقيت ان الناس دي لا، انا ممكن احسن الكلام ده عن طريق رياضه الكروسفيت، تعمقت توغلت فيها، لقيت نفسي ممكن ابقى قاعد على مكتب 6-7 ساعات بقرا ارتكل. ده حاجه يعني مختلفه عني تماما. انت هتلاقيني قاعد معاك دلوقتي بفرك فرق، انا ما بعرفش اقعد براحتي، يعني دايما بحب اتحرك رايح. فلا، فكره ان انا افضل قاعد مركز 6-7 ساعات بقرا حاجه، اكيد ده حاجه ليها علاقه بالباشن، حاجه انا عجباني. عشان ما توش منك وارجع تاني لمرجوعنا، طب انت ايه اللي خلاك تشوف ده كارير؟ لما شفت الشخص ده هي انسبايرد مي، ان هو ده واحد بيعمل ده كل يوم الصبح، ده بينام ويصحى وبيشتغل في مجال الرياضه، ما بيعملش حاجه تانية. هل هو بريفيليج ماديا ومعاه بريفيليج مادي؟ 100%. هو حبيبي واخويا وعارف، بس اللي انا بتكلم فيه ان انا ساعتها ما فكرتش في الحته الماده دي ساعتها، بس انا كان الكونسبت نفسه ايه ده ممكن حد يعمل كده كل يوم. فدي كانت البدايه اللي خلتني ان انا ايه اي وانت تو بيرسو القصه دي، وان انا اكمل فيها. ده كده نقطه الانطلاقه او البدايه، ان هي الفكره بس نشأت كده، اللي هو ايه، انا عايز اعمل ده كأن انا راجل ليه بنفسي رياضي مش اتليت، هكوتش، وهيبقى دي القصه اللي انا عايز اعملها قدام. بس دي كانت البدايه. من النقطه دي بقى اللي انت لقيت الالهام في الراجل ده وقلت انا عايز اعمل كده، ما هو طالما هو بيعمل يبقى دي حاجه تتعمل، ينفع ان هي تتعمل بالظبط. لنقطه بقى ان انت فعلا بدات عملت ده بيزنس. خد منك مثلا وقت قد ايه؟ وايه الخطوات اللي انت بداتها على الارض عشان بقى تخلي الحلم ده يتحول يبقى حقيقه؟ حلو. اول حاجه، اصعب حاجه في المجال بتاع الرياضه في مصر وبره مصر، لان اصلا الريكريشنال سبورتس او اللي هي الرياضه اللي هي مش عشان توصل لهدف معين، دي بقى لها 30 سنه. قبل كده كانوا بيستعملوها، ترجع بقى للهيستوري بتاع الرياضه، كانوا بيستعملوه في الجيش في روسيا ومش عارف فين، بيستعملوه عشان انت ما فيش حاجه اسمها ان انا واحد بيطلع يجري 20-30 كيلو عشان بيحب كده. دي كانت اساليب لتحسين حاجات معينه عشان تبقى فايتر مثلا، او تبقى في الجيش بشكل ما مقاتل بشكل معين، يعني ما حدش كان بياخدها عشان انا مزاجي كده، انا بحب كده. هي دايما كانت لخدمه هدف معين، بس ريكريشنال كده، ان انا اصحى الصبح عشان انا ماي هيلث اند ويل بينج. اللي حصل الفتره اللي فاتت في مصر في خلال 10 سنين اللي فاتت دي صحوه عالميه، مش في مصر بس، في كل حته في الدنيا. والشاطر اللي يعرف ان هو يطلع مع الصحوه دي، مش هقول ترند لانه مش ترند، ان شاء الله حاجه تفضل مكمله على طول، اللي بيحصل جواه فيه ترندز كتيره، بس كانواع اللي هو ايه النوع لا بس الفكر العام، نمط ان انا ابقى اخد بالي من صحتي، الكلام ده دي حاجه مكمله في العالم كله وجواها ترندات بالزبط. بس الكونسبت الفكره ذات نفسها بالظبط. فدي اول حاجه، دي كانت البدايه. يبقى احنا كده لما نتكلم على ايه السؤال بقى، عشان نسيت السؤال ايه بقى. لا انا كنت بقولك بقى ايه الخطوات اللي خدتها بعد كده، خد منك قد ايه الموضوع على بال ما تحول لبزنس؟ ايه بقى الخطوات اللي بدأت؟ انا ليه بقى كنت بقول لك كده؟ الرياضه دي بما ان هي ريكريشنال، فانا ماليش جايد لاين، ما عنديش مانوال، ما عنديش مرجع امشي عليه، كتالوج. مفيش كتالوج. فانت بتغلط وبتتعلم من غلطك، ومفيش حد سبقك في الطريق قدام خد الموضوع لحد الاخر فتعرف تتعلم من اخطائه. فاللي بيحصل ان انت طبيعي لما بتخش امتحان بيبقى عندك تيست بانك داخل امتحان، فاعرف ان انا الامتحان ده حد عدى بيه قبل كده، ايه الغلطات اللي اتعلمها فيه، فاحاول اتعلم منها فما اقعش في نفس الحفره تاني، فكمل قدام. هل الكلام ده كان موجود في المجال بتاعنا؟ طبعا لا. فبالتالي انت كنت بتغلط عمياني بقى، انت بتطبش
وبتشوف الدنيا ماشيه ازاي، طب وهكمل ازاي. طبعا دي كانت اكبر مشكله بالنسبه لي، وكمان سني صغير فانا مندفع وبعك، انا بعك عك جامد، انا عمال بشوف اي حاجه حواليا وبحاول على قد ما اقدر ان انا اكتسب وفولو ماي انتويشن كده، اللي هو ايه، امشي كده باحساسي والخبره اللي على قدي، واحاول ان انا اتطور بيها بزنس. ده كان في الجامعه ولا بقى قبل ولا ده كان بعد؟ قبل، خلي بالك انا بادئ القصه دي يعني في بدايه لما كنت في الجامعه في اكاديميه. فعلا لسه يعني قبل حتى ما تنقل الجامعه. لا من زمان جدا انا مم. كنت بادئ الموضوع من زمان جدا. والفكره بتاعت البيزنس اصلا كبزنس، انا الاول انا دخلت اي جويند الشخص اللي الهمني القصه دي معاه في المؤسسه، هي كانت مؤسسه دلوقتي مش موجوده يعني، بس دخلت معاه كبدايه افهم الدنيا فيها ايه. عارف انت زي ما ايه، بتقعد كده في الباك سيت كده في العربيه من ورا، تبص الراجل ده بيسوق ازاي، بيمشي ازاي، والحاجات دي كلها. بس انا ما كنتش هدفي كان كده، انا بالعكس انا كنت داخل عشان كنت حابب الموضوع. بس اللي اكتشفته قدام ان انا اتعلمت كتير بالحلو والوحش. يعني شفت مودلز في حاجات جوه انا مش عايز انفذها تاني، شفت مودلز حلوه انا عايز اعمل زيها. فده شكل تفكيري بشكل ما. دي انا شايف ان هي كانت بدايه في الاول. فاصعب حاجه او اصعب تشالنج لو انت ارجع لسؤالك ايه هو، ان انت ما عندكش جايد لاين. لما حد من ده لما كبرت كان بعدها فاست فورد 6 سنين، هو اعمل القصه دي ازاي؟ ساعتها بقول له انا بجد انا مش عارف، انا زيك انا فعلا مش عارف هقول لك ازاي، بس احنا هنجرب. فدي كانت اصعب مرحله، لان البيزنس نفسه طبيعته مختلفه. نزلت انت زي ما قلنا، انت شفت الراجل ده الهمك ان انت تعمل حاجه معينه. التطبيش او التخبيط ده ابتدى ازاي؟ قلت انا هعمل انستجرام، هسمي نفسي كوتش واشوف كده يعني ايه البدايات في الخطوات اللي خدتها على الارض كانت عامله ازاي؟ اولا انا ساعتها ما فتحتش انستجرام ولا حاجه. انا انستجرام لحد وقتنا الحالي انا ما مش واخده فول تايم بزنس. ساعتها انستجرام كانت منصه زي اي منصه تانية، بتحط عليها حبه صور حلوه وانت بتنزل بتعمل مش عارف ايه الكلام ده كله. وانا اما فيري برايفت بيرسون، شخصي للغايه. حتى لو دخلت هتلاقي مش عارف عندي كام بوست، نادرا لما هتلاقي صوره ليا مع عيلتي، نادرا وكذا حد كان بيسالني انت ما بتحطش ليه الكلام ده او ايه السبب. رغم ان مراتي دلوقتي نورين من الناس اللي ليها فولور بيز محترم على انستجرام في حته المجال بتاع العلم النفس والسايكولوجي والكلام ده كله، ولكن انا دايما بحب احتفظ بحياتي الشخصيه لنفسي. فانستجرام عمره ما كان المنصه اللي ببتدي ان انا ابتدي بيها البيزنس بتاعي. طبعا الكلام ده هيتغير في خلال دقايق، هحكي لك اللي حصل تمام، لان طبعا فاحنا بعيد عن انستجرام بقى بدات ايه على الارض. فانا بدات ازاي؟ بدات على الارض. بدات ان انا عايز الاول اتست واختبر نفسي انا كفء قد ايه في حاجه زي كده. حلو. فالبدايه ان انا رحت بعد لما اشتغلت يعني انا بديت ازاي، رحت للشخص قلت له انا عايز اشتغل معاك. قال لي طيب انت فين؟ انت في الجامعه الامريكيه، ابتدي بالجامعه الامريكيه وشوف انت هتعرف تريكروت الناس ازاي وتقنعهم باللي احنا بنعمله ازاي والحاجات دي كلها، وعيش حياتك. اول 10 ايام كان معايا 80 بني ادم. ازاي؟ عارف انت كنت بلبس قدامي بقول اكزامبل ده كاني على ظهري كده، هو اسك مي اباوت كروسفيت، اللي هو كاني عارف في كارفور لما تعدي، فاهم انت اسك مي اباوت. لسه الناس مش يعني هو ده ايه اصلا؟ الناس كلها عارفه البادي بيلدينج. ثانيه واحده، يعني انت كنت هل انت كنت بتفتح معاهم الكونفرسيشنز دي ولا انت كنت؟ هشرح لك. انا الاول الاصعب مرحله، انت اصلا محتاج تفهم الناس انت بتبيع ايه البرودكت اصلا. الناس كلها بتعمل بادي بيلدينج وبتقف قدام المرايه وبتاع والحاجات دي كلها. طب انا ايه كروسفيت ده؟ ومين الناس اللي بتتنطط دي؟ فكان في مرحله اويرنس بتشرح للناس هو ده اصلا ايه. ايوه بس انت بتقول انت في 10 ايام كان معاك 80 واحد. ايه الهاك بقى هنا؟ الهاك هو الشخص. في 10 ايام اكتشفت ماي فيرست او اول يونيك ابيليتي او اول حاجه بتميزني. ام ا جود سيلز بيرسون. يعني انا بعرف ابيع فكرتي. وما مش ببيع ما انا بغني على الناس، لا ده انا مؤمن بيها، فبتطلع من قلبي زي السهم التك بتوصل لقدامي. فده اول حاجه اكتشفت ان انا موجود لو انا مقتنع بحاجه هوصلها لك. كان ايه الابروتش يعني اللي هو اصل 80 واحد دول ده خارج حتى بدايره صحابك، فانت كنت ماشي في الجامعه اللي هو كنت ماشي في الجامعه. رحت الاول استاذنت من الجامعه انا عايز اعمل بوث. طبعا انا بقول لك الحاجات دي والله انا ما حدش يعرف القصص دي،
واقرب الاقرب اللي معرفش كده. انا بالنسبه لي ده كان عبث في الاول، اللي هو محدش فاهم انت بتعمل ايه. هو ده كله ساهم ان انت تبقى هنا بس بجد هي بتبتدي كده، هي بتبتدي كده. فاللي حصل ان انا فعلا دخلت ورحت عملت بوث، وقلت للناس ان انا عايز اعمل 1 2 3، ان انا البوث ده محتاجه عشان افهم الناس انا هعمل كلوب في الجامعه، زي كلوب زي الكلوب ده. يعني اي حد في الجامعات هتلاقي مثلا في حاجه اسمها MUN، مش عارف كلوب، مش عارف نشاط طلابي. نشاط طلابي. فالنشاط طلابي هو نشاط طلابي ليه علاقه بالرياضه. حلو. طب يا عم انت هتعمل ايه؟ الرياضه. فاهم؟ دي كانت البدايه. فاللي حصل ان انا رحت قلت لهم يلا بينا هنشتغل في القصه دي. جمعت كام حد من صحابي اللي اتمرنوا معايا قبل كده، او يعني اللي هو خليتهم يجربوا بس انا بعمل ايه. ورحت للبروفيسور ساعتها، او شخص لازم يكون معاك عشان تفتح كلاب في الجامعه ساعتها عندنا، لازم يبقى عندك بروفيسور او شخص قائم على اداره كاستاف النادي ده. كان حتى ساعتها يشرف عليه يعني. يشرف. ساعتها كان الراجل ده كان البروفيسور بتاعي بتاع الانجليش الريت ساعتها، اللي هو ايه. وساعتها كان بيعملها خدمه ليا، هو بيحبني وبيحب يتمرن معايا، فتعال انا معاكم مش احنا بنعمل ايه، فتعال. وبديت ان انا اقنع الناس باهميه الرياضه. انت النهارده تتمرن بودي بيلدينج عشان شكلك حلو، طب عمرك جربت تتمرن رياضه عشان يكون صحتك النفسيه احسن، وتكون بتعرق كده وبتكون طالع حاسس ان انت مبسوط، حاسس ان انت عملت حاجه، بتتنفس احسن، تعرف تطلع السلم احسن، تعرف تروح من احنا الجامعه عندنا بعيد يعني الحاجات. فانت عشان تروح مثلا من الكلاس ده للكلاس ده عادي، مباني دي بقى مباني. فانت فده كان الابروتش في الاول، دي كانت البدايه. وواحده واحده بديت ان انا اكلم الناس، بديت ان انا اركروت عدد معين من الناس. لقيت نفسي معايا 80 واحد بيتمرنوا في فيلد. كل اول كنا بنتمرن في فيلد الرجبي، عندنا فيلد رجبي وفيلد كوره. ففيلد الرجبي ده صغير نوعا ما، لان بنتمرن في فيلد كوره ملعب كبير، ملعب مش ملعب خماسي، ملعب كوره اللي هو مش عارف اسمه 11 ولا 12 مش عارف اسمه ايه. ده في الكوره ضايع على فكره، فانت مش عارف يعني ده حصل ازاي؟ الناس بتقول لبعض ايوه word of mouth، تعالى جرب ده. فاتمرنا. طب والراجل بقى اللي انت كنت بتشتغل معاه ده، هو بقى اعجب جدا هو شاف حاجه فيا، فجي بقى ايه الراس الكبيره بقى، اللي هو ايه اللي ماسك القائم على البيزنس ساعتها في الحته دي كلها. الراجل ده كان ملوش علاقه بالرياضه، ولكن هو كان القائم على اعمال البيزنس كله ككل. ودي كانت اول انكاونتر ليا مع شخص بيزنس او شخص ليه علاقه بالشغل مش بالباشن. والراجل ده كان بالنسبه لي ايه ده، انا مش عايز ابقى كده خالص، انا مش عايز ابقى كده خالص خالص خالص. ومش عشان هو وحش، مش شايفها فيك انت في نفسك، انت حاسس ان انا ما اقدرش انت لا ايه ده انت اهم حاجه تو ماكسمايز ذا بروفيت وتكبر البروفيت، وبتتكلم ارقام بس وفلوس بس. وبعدين اقعد معاه ساعتها مثلا كنت مش عارف بجيب يعني من ال 80 واحد ده، انا مش فاكر حتى رقم ايه، بس كنت بجيب فلوس كويسه جدا منهم. كنت باخد منهم مثلا 2% كات مثلا، ما كنتش حتى باخد برسنت، كنت باخد ساعتها مرتب ثابت 3000 جنيه. بس لا معلش عشان الناس تبقى فاهمه، هم مش كانوا بيتمرنوا معاك في الجامعه ده ببلاش ولا تحت ده مسمى الشركه؟ ما انا دخلت الشركه الجامعه أوكي. دخلتها بشكل ايه، ان هو كانهم دول هم كانت شركه بتعمل حاجات ليها علاقه بالتنس. فانا قلت لهم ده فتنس ليه علاقه بالتنس. اوكي فانت ساعدتهم جامد يكونوا متواجدين جوه الجامعه في الجامعه. بس هم ما يقدروش يبيعوا ولا كانوا ممكن بقى هم انا ستودنت بمرن ستودنتس، فانا كنت همزه الوصل اللي بين الشركه وبين والناس. طب امال ال 2% في ناس بقى بتتمرن بعدين معاهم؟ لا انا ما باخدش. انا بقول لك الرقم. انا فاكر ان انا كنت مثلا ممكن يطلع مثلا 80,000 جنيه مثلا من القصه دي. الكلام ده في 2010، ده رقم مش صغير. لا طبعا. واخد منهم انا 3000 جنيه وانا عندي 17 18 سنه. لا بس قصدي ان هم اصلا ما بيدفعوش، ولا انت بتتكلم على ناس تانية اللي هم الناس دي كانت بتخش بتدفع في الجامعه. اوكي يعني ده ينفع يتعمل في الجامعه عادي، مش جوه الجامعه. كل ده كان هو تحت قائم تحت مسمى شركه. لا يعني الجامعه بتشتغل. قلت في الاول نشاط طلابي، فانا حسيت لا نشاط طلابي ده بيبقى عليه ريستريكشنز. نشاط طلابي بس قائم تحت ثيرد بارتي شركه، تحت شركه بتشغل القصه دي كلها. فده مسموح بيه ان هم يعملوا كلاسز، ان دي حاجه انت بتعملها اكسترا. فهمتك. فده اللي ده كانت البدايه. فالتفاصيل دي كلها بحاول احكي لك ايه، ان انا كنت بقعد مع الراجل ده، هو كان بطلع معاه بيقنعني لدرجه ان انا بعد ما بقعد معاه
كنت بحس ان انا اصلا عايز اطلع اديله فلوس، اللي هو ربنا ايه ده، شكرا جدا ان انا باخد 3000 جنيه. بس كان العقليه اللي في النمبرز القويه بالمنظر ده، وانا ساعتها كنت صغير جدا، يقنعك بالحاجات دي كلها. كنت بتعلم، كنت قاعد بتعلم، بشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهو بيحسبها بالنسبه له الراجل ده انا بديله 3000 جنيه احلى 3000 جنيه وبطلع من شاب وراه قد طالب ايه. صغير عنده 7 كاني مثلا جيت قلت لك النهارده مثلا مش عارف احسبها كام، 3000 جنيه ده ساعتها مبلغ. انا كنت ب 3000 جنيه ممكن اروح اجيب بيها اللي انا عايزه، ساعتها ما كنتش بعمل حاجه اصلا. 3000 جنيه ده صح، فانت بالنسبه لك حلوه قوي، وفي نفس الوقت الريتيرن بالنسبه له بالظبط. فانا كانت عمليه كانت مربوحه كده، فاهم زي ما بيتقال ايه اللي هو ايه، كانت البدايه وانا في الجامعه، وقعدت كده فتره، بس طبعا مش سستينبل ان انا مسيري هتخرج لحد لما اتخرجت. اول لما اتخرجت الدنيا بدات بقى تختلف. انا خلاص، انا قاعد في القاهره، انا محتاج ارجع اسكندريه. محتاج ترجع اسكندريه ليه؟ عشان عندي جيش في اسكندريه. دي كانت اول عقبه. طب ازاي البيزنس اصلا بدا بقى بتاع فتنس كل ده فتنس جرايند غير قائم، مش موجود، مفيش حاجه اسمها فتنس جرايند، مفيش حاجه اسمها تي اف جي. تي اف جي هو البيزنس القائم حاليا بتاع القصه دي كلها، ما كانش اصلا اكزيستنت، ما كانش موجود، كان كله عن طريق شركه تانية، وانا كمحمد شريف كشخصي اللي كنت بعمل القصه دي كلها. ما كانش في تيم، ما كانش في ناس، ما كانش في حاجه. امتى البيزنس ابتدى؟ كان بعد الجيش؟ بعد لا، فتره اللي هو بعد لما سيب قبل الجيش كان تيستينج فيز، وبعد الجيش بدا. اشرح لك ازاي. اول حاجه، انا اول لما خلصت المرحله بتاعت الجامعه دي كانت مرحله، طب انا دلوقتي اول عقبه، طب انا هرجع تاني اسكندريه الماركت مش فاضي، ده جرين ماركت، ما فيش بني ادم فيه اصلا. طب انت تقول لي دي حلوه، دي ميزه، ابتدي ايه؟ ما فيش حد انا هعمل اللي انا نفس عملته تاني في الجامعه هعمله تاني بس في اسكندريه؟ ازاي هشرح للناس تاني انا بعمل كذا 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 كذا؟ طب هبتدي ازاي؟ مش عارف. هبتدي فين؟ مش عارف. طب هاخد فلوس ازاي؟ انا مش شركه، ما ينفعش الم كده فلوس، مش عارف. طب ايه اللي مفيش، مبهم، مفيش اي انسرز لولا سؤال من اللي اتساله دلوقتي. كنت مع واحد صاحبي طاهر، هقول اسمه عشان هو الله يرحمه هو توفى، وكان من الناس المهمه جدا في حياتي. طاهر عبد الوهاب هو شخص كنت معاه في سوبر ماركت في اسكندريه مشهور عندنا، وانا كنت هناك كنت بحكي له ان انا من بعد لما وقفت كوتشنج في الجامعه بعديها بكام شهر، فويد في جاب، في حاجه انا حاسس ان هي ناقصه في حياتي، بس انا مش قادر احط ايدي عليها. ودردشه 3-4 دقايق اكتشفنا ان هو انا في جزء كبير كوتشنج مش موجود، الكوتشنج ده مش موجود. فقال لي طب ما تبتدي. قلت له ابتدي ايه؟ هعمل ايه؟ قال لي اعمل جروب على واتساب، حط فيه حبه صحابك وقرايبك ولا نبتدي، وانا اول واحد معاك. قلت له يعني هروح اعمل. قال لي اللي انت مش انت بتكوتش، روح اعمل كذا كذا، اعمل نفس القصه. قلت اوكي. دخلت ساعتها ما كانش فيه سيرتيفيكتس، كنا بنتعلم ان هاوس، بنتعلم جوه كنت ساعتها متعلم جوه الشركه دي، بيدونا مانوال ازاي اعرف اكوتش، كان لسه مش ساينس بيزد قوي الموضوع، كان لسه بجد في نشأته في الأول، لسه في البدري قوي. فرحت، بس انا كنت بذاكر كتير وكنت بقرا كتير وكنت بتعلم كتير، كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اكويب نفسي، لان كان دايما مرعوب من الامبوستر سندروم، اللي هو ان انا يبقى ان انا بغني عليك، ان انا قاعد كده غير كفء، انت مش غير كفء بيني وبين نفسي، وان انا ببيع لك الهوا في ازايز، ان انا شخص ربنا هيحاسبني ان انا مش بفلفل عليا بضميري، فانا انا ممكن لو انا مش فاهم انا بعمل ايه دي صحتك، فانت هتخيش هتلبس في حيطه وهبقى انا السبب. وما كنتش قادر ان انا ده يبقى حاجه على عاتقي، فكنت بذاكر جدا من الدافع ده، مش عشان الماركت كان عايز ده، الماركت مش فارق مع اي حاجه. لحد دلوقتي الباريرز فور انتري عندنا 0. ممكن اي حد يطلع على 6 باك ويطلع يتكلم كلمتين انجليزي وصفر صفرتين هتبقى كوتش، ودي كارثه كبيره، لان ده مجال عايز علم واسع، لان لو انت اذيت الشخص اللي قدامك في ركبته في ظهره انت هتنساه، هو مش هينساه، هو عايش بيها. هل عملت الواتساب جروب دي؟ بدأت بيها الواتساب جروب، بس هنا بقى بخش في الديتيلز شويه.
الماركت زي ما انت بتقول في اسكندريه ما كانش عارف مفيش حاجه خالص. فايه الواتساب جروب اللي هو يا جماعه يلا نعمل حاجه في الفتنس واتساب ولا هعلمكم حاجه سميته. جديده؟ انا لو اتكلمت قلت لهم هو كروسفيت بتاع، ما حدش هيفهم انا بتكلم ايه. بالظبط. رحت جيت سميته، كان ساعتها في فتره رمضان، قلت التمرين قبل الفطار. وده كان بجد اسم الجروب، تمرين قبل الفطار. حلو. تمام. او ساعتها لا سوري، رمضان قبل الفطار، حاجه كده، تمرين قبل الفطار، رمضان قبل الفطار. وبديت واحده واحده واحده، بدات ناس تتوافد وتيجي، وبديت ان انا الورد اوف ماوث ده يكلم ده. اول سيشن دي انا مش هنساها، دي صورتها لحد دلوقتي عندي موجوده في البيت. كانت نورين مراتي اللي هي ساعتها زمان اللي هو كان لسه قبل مرحله الخطوبه فتره صغيره، حبت قرايبها، حبت 2 3 واحد من صحابي. ده كان الجروب، دي كانت البدايه. وواحده واحده كونسيستنسي بقى، استمراريه. انا كل يوم خلال 30 يوم دول انا موجود في النادي في الحته بتاعه التراك، من هنا لهنا، في الحته دي الحته من علامه اللي مش عارف 200 متر اللي مش عارف كده، الساعه كذا قبل الفطار. والترافيك بتاعها كان كبير، لان دايما النادي سبورتنج في اسكندريه كان بناس كتيره بتلف وبتتحرك وبتاع. فانت انتوا بتعملوا ايه؟ دايما يسترد كويستشن، الناس تسالك ايه انتوا بتعملوا ايه. فابتدي اشرح الناس بعمل ايه. خليني اسالك سؤال مهم قوي هنا، انا شايف ان الناس هتبقى عايزه تعرفه. الواتساب جروب كان احد انت سالت اسئله كتيره قوي، قلت طب المكان، طب هاخد فلوس ازاي، طب الواتساب جروب دي حل بس مشكله الناس المبدئيه اللي هم قرايبك واصحابك. طيب انت في حاجات كتير قوي تانية عايزه تتحل. ازاي تروح لنادي؟ جبت فكره النادي منين؟ انا هعمل كده يا نادي، هاخد فلوس من الناس. ازاي جمعت كل حاجه ان انت في الاخر وصلت للاوتبوت بتاع انا نزلت على ارض الواقع في نادي رياضي وبدات ادرب وبدات اخد فلوس؟ السؤال ده حلو قوي. عارف ليه؟ عشان it's very structured. الأحلى فيه إن هو لا يمت بصلة باللي أنا حكيته لك دلوقتي. I was not structured. مفيش أسس اللي أنت بتحكيه ده. أنا ساعتها زيرو. إحنا بنتكلم في حاجة فكرية. أنا بقول لك بديت مفيش structure. فاللي حصل إن أنا لما رحت النادي أنا قعدت مرنت أول 3 سنين من عمري ببلاش، 0 جنيه. ما كنتش باخد جنيه من حد. وطلعت التراك كده ولا كلمت النادي قبلها؟ طلعت التراك كده، مفيش حد، ما كنتش باخد فلوس. كنت بطلع بمرن يلا يا جماعه هنتجمع وما حدش له عندنا أنا حاجه. انا كنت اللي الناس مش فاهماه ان انا كنت بفولفيل ماي باشن. انا اللي كنت انا اللي بستمد الطاقه منهم، مش العكس. انا اللي كنت برجع البيت بعرف احط راسي على المخده، بعمل حاجه اللي بحبها. فدس at this point في النقطه دي انا اكتشفت ان انا this is my passion. انا بحب ده بيخليني مبسوط، ده بيرجعني البيت مبسوط وبيديني معنى. فانا عايز اكمله. فلوس تيم بتاع ولا اصلا شايف الحاجات دي كلها. خلي بالك كان لسه الكلام ده لسه انا مش فاهمه. بس انت ما كنتش فكرت فيه كبزنس ولا انت كنت انت شفت بس انت اوريدي ولا الهوا اوريدي كنت شفت اللي هو اللي الهمك من زمان جدا؟ ولا كان ساعتها بزنس الهمني بس انا ساعتها كنت very high on. يعني كنت في مرحله كده ان انا مبسوط قوي ان انا بمرن ان انا بعمل اللي بحبه. فمش شايف غير ده. ده الدرايف ده اللي كان بيصحيني كل يوم الصبح. انا مبسوط بده. وهل ال3 سنين بقى دول اللي كنت ان باراليل او في نفس الوقت دخلت البانكينج كارير وكده ولا انت كنت؟ لا هشرح لك. دي كانت المرحله المرحله بتاعت الجيش. انا الاول عملت المرحله اللي هي بديت قبل الجيش ان انا اعمل اجرب القصه دي. جربتها ونجحت قوي وكان في تراكشن وفي عدد كويس جدا من الناس. وبعد كده دخلت الجيش. لما دخلت الجيش اتقطعت الفتره دي ورجعت تاني. ما كانش في بقى ساعتها كونسيستنسي غير في ال30 يوم دول بس. بعدين رجعت للجيش. في الجيش كانت فتره بالنسبه لي مبهمه برضو. انا مش فاهم انا بعمل ايه وانا المفروض فتره غريبه جدا جدا. اي حد داخل الجيش هيفهم انا بتكلم في ايه. ايوه بعيده خالص عن حياتك اليوميه، مختلفه تماما. حتى اصلا الاختلاف بتاع التعامل الناس اللي في الجامعه غير لا التعامل مختلف. انت بتتعامل مع ناس في الجامعه بشكل مختلف، بعد كده بتيجي تتعامل مع الجيش بشكل مختلف. ده بيعلمك خبره حياتيه قويه جدا جدا. ازاي بتعرف تتعامل وازاي تعرف ان انت تتعامل مع كل حاجه، مع كل الاوضاع. واول كام شهر في الجيش كان عندي، مش هقول كنت متضايق، ما اقدرش اقول استعمل كلمه اكتئاب، بس كنت متضايق ان انا حاسس ان انا شخص ما بحبش التغيير الكتير. أيوة. في العموم انت متعود على حاجه معينه، فجاه كل التعود ده راح بشكل غير طبيعي. يعني هو لما احنا بنتكلم في القصه دي كمان بس روتين مش عادي.
فانا التغيير ده بنفسه ما بحبوش. فلما دخلت اول 6 شهور حسيت ان انا في حته غلط، لسه كان بقى مش عارف انا هقعد فين واروح فين، وبعد كده انا في اني وحده، وبعد كده بديت الرياضه بتاعتي، فلما بديت الرياضه ادتني ادج بتاع لحد لما انا بجد كان في بوينت اللي هو اما انا يا اما هقعد 6 شهور اكملهم اللاجئين بتوع الجيش بالمنظر ده، يا اشوف نفسي هعمل حاجه مفيده. لما اخدت البطوله بتاعت الكاراتيه ال6 شهور اللي في الاخر الخدمه بتاعتي بتاعت الجيش كانوا اهون من اول فتره، لانك قدرت تستثمر الفتره دي في ان انت تعمل حاجه. كنت بتعامل معامله بطل خلاص جوه في الاخر ان انت جبت بطوله ما كانتش تجيبها لفتره كبيره، فاداني البفر والبراح والوقت ان انا ممكن استثمر في وقتي. وده برضو من نعم ربنا ان انا اداني مساحه. ساعتها دخلت عملت ريجستريشن لاول اونلاين كورس لحاجه اسمها بي ان بريسيجن نيوتريشن. بريسيجن نيوتريشن تتعلم، عايز تتعلم. هي من اقوى واشد البيهيفيرال كوتشنج نيوتريشن كورسز لحد وقتنا الحالي. ساعتها كان الداتابيز بتاعتها انا مش هنسى فيها 5-6 انفار ماكس في مصر بالكتير معاهم السيرتيفيكت دي، يكاد يكون في ساعتها في الوطن العربي. ساعتها انا مش فاكر ان الداتابيز ما كانتش واضحه قوي قدامي، بس من اوائل الناس اللي بدأوا السيرتيفيكت دي. السيرتيفيكت دي علمتني البيهيفيرال ابروتشز، ازاي بتعامل بشكل بيهيفيرال او بشكل ازاي تخلق عادات مع الناس وتعملهم بسايكولوجيكال ابروتشز او بشكل نفسي مختلف عشان يوصلوا للجول بتاعهم. ودي كانت المرحله اللي اتعلمت فيها نيوتريشن. فبديت الاول كنيوتريشن مع اني كنت ما حدش عارف انا بعمل ايه في الرياضه، الناس مش شايفيني بعمل كذا كذا رياضه، بس اول سيرتيفيكت حقيقيه ليا كانت في نيوتريشن. قعدت سنه بدرسها. كنت بتعمل ايه وقتها؟ ده كان لسه وقت يعني لسه ما كانش الجيش خلص. كل ده في الجيش. حلو. فيبقى تاني محطه ان انا قلت انا عايز اتعلم واستثمر وقتي ان انا اخد سيرتيفيكت، مش هضيع 6 شهور اللي باقيين دول غير لما انا اكون باخد سيرتيفيكت وبتعلمها. قعدت وخلصت الجيش ولسه ما خلصتش، لان السيرتيفيكت دي عندها ميزه وعيب مرعبين. الميزه ان هي ستريتش، يعني ممكن تعمل مفيش ديدلاين للامتحان بتاعك. والعيب بتاعها لو واحد زيي ممكن يبقى ديستراكتد ايزي او بيحس ان هو ممكن يبقى بيشتت بشكل سهل، هتسترتش معايا، هتفضل بقى تاجلها لحد ما لا نهايه، لان عندي حاجات تانية اهم بعملها لحد لما خلصتها فعلا. ولما خلصت السيرتيفيكت دي كان اول كلاينتس اخدهم نيوتريشن عن طريق السيرتيفيكت دي. ان انا راجل غير اللي انت بتقول كان في 5-6 واخدينها. فجماعه انا معايا حاجه مش مختلفه، مع حد. انا معايا حاجه فعلا مختلفه. بس ساعتها كان اكبر مشكله ودي اكتر حاجه كنت بواجهها، اكتر حاجه كانت كوستلي is educating the people. يعني انك تعلم الناس انت بتعمل انا مش عارف إيه، مش فاهم. هي دي اصعب حاجه مكلفه انك تشرح the nature او طبيعه البرودكت او المنتج او ايا كان انت بتوفر ايه وبتدي للناس. دي كانت اصعب حاجه لحد لما خلصت مرحله الجيش بتاعتي. وبعد كده بعدت فتره تاني في اسكندريه، قابلت بقى اشتغل كل ده قبل ما انقل القاهره ببلاش. نفس الفكره، النادي الناس بتجيب ناس شغال ببلاش، اون اوف لحد لما رايح راجع لحد لما بديت ان انا في اخر اشتغلت 3 رمضانات تقريبا في النادي او رمضانين. اخر واحد كان عندي 108 بني ادم معايا في الفيلد. at this point اكتشفت انا عمري دي نقطه تحول على فكره. انا عمري ما هعرف اسستين واعرف اكمل الموديل ده، لان اولا انا محتاج كوتشز عشان الاصابات، فانا محتاج ان انا يكون عندي ناس تساعدني. ده رقم 1. رقم 2، لما انت يكون عندك حاجه بتقدمها من غير سعر، ساعات في ناس ممكن ما تفهمش قيمتها، فبالتالي هيجي مش هيجي انا مش عارف اشوف نتائج لان انا مش قربته بتايم لاين. فهو جاي يتبسط وانا ما عنديش مشكله ان تيجي تتبسط، بس انا اكبر مشكله كانت عندي ان انا ازاي اديك السيرفيس اللي انت محتاجها بالعدد ده. وthis is the point. او هي بقت كانت نقطه بناء التيم. والتيم مش هيتبني ببلاش. التيم ده غالباً. كان لا الضحك بقى في الموضوع ده كله ببلاش. انا بنيت التيم كله الحمد لله رب العالمين ببلاش عشان حاجتين. اول حاجه كان عندي في دماغي ان انا كان نفسي اعمل نفس التجربه بتاعتي ببلاش، لو اول 2-3 مش فاكر بالظبط الوقت قد ايه، مع نفس الناس اللي هيعملوا التيم بتاعي يعمل نفس القصه، عشان اتاكد ان الباشن والفاليوز واحده. انت هنا بتعمل ده عشان انت مبسوط بيه بتحبه،
مش سبوبه. مش سبوبه، ومش جاي تاخد حاجه عشان تاخدها وتخلع. ده رقم 1. رقم 2، ربنا رزقني الحمد لله، دي اكبر نعمه عندي في البيزنس. التيم بتاعي الحمد لله هو اقوى واحسن واثمن نعمه انا معايا دلوقتي، اللي بتخلي البيزنس اصلا قائم لحد وقتنا الحالي واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض دلوقتي. التيم ده هم اخواتي، مش اخواتي يعني بجد بمثابه اخواتي. الناس دي شافوا كل حاجه معايا من السكراتش. بدأوا من اسكندريه معايا، بدأوا ببلاش، مش بياخدوا فلوس، وكلهم دلوقتي معايا في القاهره، وكلهم فاتحين بيوتهم ومتجوزين وعايشين كل الكلام ده من تي اف جي، من الفكره بتاعتنا اللي نشئت في تراك النادي. احمد طارق ودينا ومهاب، الثلاثه دول هم عواميد ذا فيتنس جرايند، عواميد البيزنس بتاعنا. احمد كان اثليت وكان بيتمرن معايا. السوبر باورز اللي فيه is consistency. لو انت فاكر ان انا consistent, he is 100 times consistent عني. حاجة يعني وهم وشفتها فيه من هو صغير. احمد لما قابلته اول مرة كان عنده ساعتها 16 سنة 17 سنة، والحمد لله استثمرت فيه كتير قوي. النهاردة هو اللي بيسندني. خليني اسألك، هل معظم التيم بتاعك كانوا في يوم من الايام بيتمرنوا معاك؟ عشان كده انا جاي بقى احملك الحتة دي. احمد كان الباك جراوند بتاعته كانت ووتر بولو ريكريشنال بسيط، بس ملوش علاقة بالقصة اللي احنا بنتكلم فيها. دينا من الناس اللي بدأت من التيم وكانت very passionate وكانت داخلة بتتعلم وكأثليت معانا، وطورت من نفسها كتير جدا 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 جدا. كانت السوبر باور بتاعتها مش الكونسيست بتاعتها، كانت الفايبز، وهي الري اوف سانشاين. عارف انت لما تبقى جنب حد تحس ان الدنيا طاقة إيجابية وشاعة طاقة إيجابية مش هتشوف حتة تانية. انا بحاول اقول لك ازاي تي اف جي التكوينة دي تكوين. انا مش دلوقتي انا مش قاعد بشكر في ناس، لا انا دلوقتي انا بكلمك على عواميد البيزنس قامت ازاي الناس دي شكلت البيزنس. وتالت حاجة كان مهاب هو الوحيد اللي عنده باك جراوند بروفيشنال سباحة. راجل بيقوم الساعة 5 الصبح و4 الصبح بينزل يضرب غطس في المية يخلص. وده كان البيم اوف ديسيبلين، ده كان عمود الديسيبلين. ويعني انت لو عايز تفسر يعني ديسيبلين، خد الراجل ده اكتب عليه كتاب. التلاتة دول لو انت بصيت في تي اف جي عبارة عن ايه، هم التلاتة دول. بخلاف انا بعمل ايه بقى on the side. يبقى انت النهاردة الفايبز بتاعت فيتنس جرايند اكتر. كنت تيجي المكان وهنتكلم بقى في القصه دي الحاجات اللي بتميز فيتنس جرايند. انا مش عايز بس انط لك دلوقتي، بس هنتكلم في القصه دي بعدين لما يعني لما هنتكلم على ايه فيتنس جرايند قدام. بس ده كانت الانطلاقه، ان انا بنيت التيم عن طريق الناس دي. كلهم اعرفهم بقالي سنين، اللي كان عندي في البيت وهو صاحب اخواتي من هم صغيرين. تيم في هارموني. فالتيم انا بالنسبه لي دي اهم شيء. اعتقد ان انت جاوبت على سؤال ممكن نبقى نرجع له بعد كده، بس اقوله للناس برضه عشان تبقى عارفه. ممكن الناس بتسمع دلوقتي بتقول ايوه طب هو عمال بيقول التيم وبتاع، ايوه ده ايه علاقته بقى باللي احنا بنتكلم فيه؟ مهم بقى جدا يا جماعه ان انتوا تعرفوا ان هنا كان في سؤال وانا بعمل ريسيرش بتاعي، انا بحاول ان انا احضر الحلقه اعرف اكتر عن الجست والبيزنس بتاعه. دخلت على جوجل، وده في ناس هنا هتحس ان ده انت بتشكر ومش عارف ايه. لا، هي دي حاجه انا بقول حاجه حاصله على ارض الواقع، فانت ممكن تدخل تشوفها يعني. دخلت على جوجل، كتبت ذا فيتنس جرايند او تي اف جي اللي هو اسم البيزنس، فلقيت الجوجل ريفيوز، يعني الناس بتقول ايه على جوجل مابس وكده. فتقريبا كان عندهم 100 ريفيو 5 نجوم. لفت نظري قوي ان هم 5 نجوم، مش 4 و9، مش 4 و8. فبدات اقرا هو التقييمات دي علشان عايز اعرف طب هو ليه 5 وليه الناس كلها يعني بتقول يعني ايه، هل في حاجه الناس مجتمعه عليها؟ وده كان احد اسئلتي هنا، اللي هو شريف جاوب عليها بشكل يعني غير مباشر او يمكن حتى كمان مباشر. من اكتر الحاجات اللي اتكررت في التقييمات دي السنس اوف كوميونتي. الناس حاسه ان هم في حته مريحه، في حته ان في عيله، ان الناس فعلا بتاخد بالها منهم. واعتقد ان ده اللي هو كان بيقوله من شويه، ان الناس دي كلها اصلا الكور تيم او التيم الاساسي اللي ابتدى كان شغال ببلاش، وهو اتاكد ان الناس دي بتحب اللي هي بتعمله
ومفيش احسن من مفيش طريقه احسن من ان هو يقول لهم انتوا هتعملوه من غير فلوس عشان تتاكد انت بتحب اللي انت بتعمله ولا لا. فاعتقد ان ده يعني احد اسرار، ممكن يبقى في حاجات تانية نتكلم فيها، بس احد الاسرار اللي دلوقتي وانا بسمعه خلاني احس ان يعني ده بيميك سنس او منطقي بقى دلوقتي ان انا اشوف في التقييمات ان الناس تقول ده الاحساس وان الكوميونتي والكلام ده كله علشان الطريقه اصلا اللي التيم اتشكل بيها، اللي هو اتكلم فيها. اعتقد كان ليها فضل كبير قوي في الموضوع ده يعني. خليني يعني عايز اركز على احنا بدأنا من اسكندريه، تيم ابتدى كان بيتمرن الاول ببلاش. انا مستغرب ان انت اتاخرت كل ده في موضوع البيزنس او الفلوس، لانك من شويه احنا كنا بنتكلم على الراجل اللي الهمك في الاول خالص، وان انت كنت فرحان بالمرتب اللي انت مثلا كنت بتاخده ساعتها، بس انت كنت شايف ان هم بيكسبوا، وكنت شايف ان ده حاجه مربحه، وفي نفس الوقت حاجه انت شغوف بيها او بتحب تعملها. ليه التاخير؟ ليه اقعد اعمل ببلاش؟ انا شفت الفرصه قدامي، دي حاجه انا بحبها، ليه ما ابداش البيزنس على طول؟ ليه قعدت كل ده؟ ساعتها ما كانش عندي الفكر البيزنس او الفكر اللي هو ان انا ازاي هعمل شركه، او ان انا هبتدي ازاي، او انا هعمل ايه. اصلا ما كانش عندي الموضوع ده، ما كانش لسه في دماغي. دي كانت المشكله اللي في الاول لما بنيت تيم. ساعتها برضو ما كنتش بفكر فيها من الناحيه الماديه، انا كنت عايز اوفر اكتر. يعني الفكره قائمه على، انا عارف ده it sounds very utopian، او يعني كأنك في الارض المثاليه. ايوه. بس والله العظيم ده الهدف، ان انا كنت عايز ان انا اكون مؤثر في حياه الشخص اللي بيجي. ودايما كانت فكرتي او الموتو بتاعي واللي بيصحيني كل يوم الصبح، انا عايز اليف a positive imprint، انا عايز اسيب علامه ايجابيه حتى لو 1%. فده اللي كان هي حاجه منطقيه، لان انت بيخليني ابتدي. انت كنت لسه بتقول انت بتستمد طاقتك، دي حاجه جداً. بتبسطك، فطبيعي الواحد بيدور وبيروح يعمل حاجه اللي بتبسطه. بالظبط. فانت كنت مركز على الحته دي. طيب عندي بقى نقطه مهمه. احنا لغايه دلوقتي كل ده كنا بنتكلم في ان في كلاينتس او في ناس او كده، بس ما حدش دفع حاجه. بس انت قلت كلمه في النص من شويه ان انا بعد ما خدت السيرتيفيكت بدا يبقى عندي ناس كلاينتس. هل دول برضو كانوا بيدفعوا ولا مش بيدفعوا، ولا امتى ابتدى موضوع الدفع وابتدى فين وازاي؟ تو موديلز. اول موديل لما كنت انا بشتغل اونلاين من وانا ايام لما كان بقدم مفيش حاجه اسمها اونلاين، لما كان ساعتها كنت بتبعت الحاجات حتى على الاكسل شيت، فما كانش فيه لسه سوفت ويرز والكلام ده كله، وكنت بشتغل مع ناس وكانوا بيدفعوا. بس انا دايما كان عندي سياسه في الحته بتاعه ال الاونلاين بتاعي. انا من دي 1 الناس كانت بتدفع ببريميوم برايس. يعني لو النهارده، بس ساعتها ما كانش في سوق اصلا، فانا بقول لك بس لو السوق كان بيحط اكس، فالناس هتيجي تدفع 3 اكس من اول يوم في الاونلاين. ده كان الهدف بتاعي. هتقول لي ده متناقض تماما مع اللي انت بتحكيه، ان انت بتحط برايس مثلا قلت لا، هو مش برايس تعسفي، انا كنت بحط الفير برايس او البرايس اللي انا شايفه مناسب للخدمه. لو انا هتشارج، لو انا هحط فلوس، انا هحط الفلوس اللي انا استحق ان انا احطها للخدمه اللي انا متاكد ان مش هلاقيها في حته تانية بره. فانا عارف انا واثق 100% من جوده اللي انا هقدمه، ومستعد اتحط على اي ترابيزه مع اي حد يكون بيعرف يدي سيرفيس احسن من اللي انا بعملها. مستحيل. فكنت انا براهن على نفسي وبراهن على الخدمه. فده كان عائق كبير، لان ناس كتير تراجستر اللي انت ساعتها ما كنتش فاهم. بس انا بكلمك from a business perspective، انت عايز تسمع انا كنت بفكر ازاي ولا الصح ايه. لو بتتكلم على الصح ايه، في ناس تقول لك لا، ابتدي الاول بسعر قليل. لا انا يعني عايز اعرف انت عملت ايه. انا بقول لك انا بعمل دي طريقه شغلي خلي بالك الاثنين بيزنس موديلز مختلفين. الاونلاين بس انا متفاهم تماما. انت بتفكر، انت عارف اللي انت بتقدمه ده قيمه عاليه قوي، انا ممكن اقدمه لك ببلاش، بس ما ينفعش اقدمه لك بفلوس قليله. بالظبط. انا فاهم ده جدا. يعني انا بالنسبه لي انا ممكن اعمله لك خدمه، ممكن اعمل لك عشان انا بحب ده جدا، ده قيمه عاليه جدا، ممكن اعمله لك ممكن ما اخدش منك حاجه، بس يوم ما هاخد بالظبط هاخد القيمه المناسبه اللي هي الصح اللي انا بعمله. الاونلاين مختلف عن الاون جراوند. الاونلاين انا من دي 1 كان البرايسنج اللي بحطه هو ده البرايس اللي انا مقتنع بيه، وهو ده اللي مفروض
يكون موجود. امتى كان دي 1 الاول اصلا اونلاين ولا اول اوفلاين؟ لا اول فلوس اتاخدت اول فلوس كانت اونلاين، بس كانت ساعتها كانت حاجه يعني خلي بالك ما في الثقافه مش موجوده، فانت بتشرح دي اصعب حاجه. انت مش متخيل ازاي يعني انت هتمرني اونلاين، تفهم حاجه؟ يعني انت هتديني بلان اونلاين، ما انا بروح لدكاتره الدايت مع تمره فاكهه واتنين كوب زبادي. كلنا عارفين الكلام ده كله، والورقه اللي بتلف على مصر كلها. انت ازاي بتغير فكر يا جماعه؟ مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها وان سايز فيتس اول، مفيش حاجه اسمها نفس التيشيرت كلنا احنا نلبسها، كل واحد عنده مقاس مختلف فهيلبسها بشكل مختلف. فانت النهارده بتحارب فكر موجود بقاله فتره كبيره وبتغيره. دي كانت اصعب مرحله. ولا مش بس كده، ده الراجل مثلا هياخد اكس فانت طالب مني 4 اكس. انا لسه كنت اسالك السؤال ده اقتنع ازاي بالذات في الاول؟ يو نيد ولازم تشو كيس نتائجك، الناس هتيجي على الريزلتس. طب انت ما كانش لسه عندك نتائج؟ ما انت عشان كده اللي ابتدي في الاول في 1 أو 2 هيبليف هيؤمنوا باللي انت بتقوله. ونرجع تاني لاول حاجه ان انا كنت مؤمن باللي بعمله. فلما هاجي هقول لك يوسف انا النهارده هعمل معاك 1 2 3 4، انت مش فارق معاك انا بقدم لك ايه، بس انت مصدقني كشخص. فانت هتريجستر الاول عشان انت مقتنع بيا، ده كبدايه. لو انت، ودي نصيحه اللي بيسمع، لو انت مش مقتنع باللي بتقدمه عمرك ما هتعرف تبيعه، مستحيل. فانا كنت مقتنع جدا باللي انا بقدمه، وعارف ان انا ذاكرت كتير جدا وقعدت سنه وكسور بدرس اللي بعمله، فانا هديك حاجه مش موجوده مع الناس اللي حواليك. ودي كانت البدايه. بس انت ما بنيتش كيس ستادز، يعني خلينا نقول انا لما باجي بدور دلوقتي على كوتش ولا حاجه ببقى عايز اشوف بقى ايه الترانسفورميشنز او ايه البورتفوليو، الناس انت مين الناس اللي ساعدتهم وايه النتائج اللي انت حققتها قبل كده. وفي الاول طبعا ده بيبقى صعب قوي لو انت ما عندكش نتائج. هل اول كام حد رغم ان ما كانش فيه نتائج زي ما انت بتقول كده انت قدرت تقنعهم ودفعوا ال3 اكس ده، ولا انت قلت مثلا لا طب احنا هنعمل فور فري مثلا او بفلوس؟ لا انا بالنسبه لي في الاونلاين انا مش هعمله فور فري. انا في الاونلاين انا احط مجهود ووقت، وانا من دي 1 لو انا مش هحط الفير برايس بتاعي عمري ما هعرف الماركت بوزيشننج بتاعي. دي كانت حاجه ما اتعلمتهاش قبل كده، بس حاجه انا كنت مقتنع بيها ان الماركت بوزيشننج بتاعي او انا ازاي بحط نفسي في السوق. لو انا حاطط نفسي الشخص اللي انا بحرق بسيلز بديسكاونت وكده، عمري ما هعرف ادي الشخص القيمه الحقيقيه اللي بعمله. فبالتالي ده كان اول حاجه في الاونلاين. وكان والله كم بعد بقى لما بدا يبقى في سوشيال ميديا بريزنس والحاجات دي كلها، كم الانكوايريز والريكوست اللي كانت بتجيلي انا لو كنت عملت سيرفيس باكس يعني فلوس رمزيه، صدقني الموضوع هيبقى مختلف تماما، وهيبقى الموضوع كان مختلف بزنس تماما. بس انا بجد مش هبيع الفنكوش، مش هبيع لك الهوا. دي سيرفيس انا مقتنع بيها بشكل معين. وممكن نفكر في بزنس موديل مختلف، بس عمري ما حاجه اقول لك انا هكستمايز بلان ليك باكس اماونت اوف ماني وهي سعرها الحقيقي 5x، مستحيل. هل تسعيرك فرق في نوع الشخص اللي بيجي لك؟ وهل ده كان انتشنال منك او انت قصدت ان انا عايز احط تسعيري في حاجه معينه علشان حاجه انت كنت بتتكلم فيها في الاول، انا عايزك راكب المركب معايا كده، مش هديك حاجه كده، لا انا عايزك تحس ان انت دفعت علشان تمشي معايا وتلتزم معايا؟ هل ده كان جزء من سياسه التسعير؟ حاجتين، بس احنا بنتكلم الاول في الاونلاين ولا في الاون جراوند؟ خلينا ناخد لو قلنا اونلاين، يعني احنا بنتكلم عن الاونلاين. كان عندي دايما سياسه اما بتبتدي معايا في الاول، انا هاخد منك الفلوس بري بيد 6 ويكس اهيد. طب انا عايز 4 ويكس، مش حاجه اسمها 4 ويكس، هو 6 ويكس. طب اشمعنى يعني 6 ويكس؟ عشان انا مش عارف اديك نتائج غير بعد 6 اسابيع، وانا مش عايز اطلعك unsatisfied client. هي كده. هو 6 ويكس كبدايه في الاول عشان اعرف اديك النتيجه اللي انت محتاجها. انت محتاج تصدق نفسك وتصدقني الاول عشان نوصل. ايوه، لان انت قلقان وانا لسه انا مش قلقان، بس انا مش عارف انت هتكمل لحد قد ايه. خلي بالك انا في الاول في الاخر انا بديله مانوال، انا بكوتشم، بس الموجود اللي بيتحط عن طريق الشخص، فلازم الشخص يبقى مقتنع 100% باللي بيعمله. فانا محتاج 6 اسابيع. يبقى ده كانت البدايه. الفلوس كانت بري بيد في الاول، وبناء عليه تبتدي بقى ان انت ايه تشوف هل الراجل ده هيعمل نتائج عامله ازاي نعالج البيهيفيرال ثينج. وده اللي كنت بقول لك اللي كان مختلف في البريسيجن نيوتريشن او السيرتيفيكت اللي انا بعملها، ان هي بتلعب على ازاي اعرف اخلق لك عاده. انا مش بديك سمره فاكهه و2 كوب زبادي. هسألك هنا لو تعمقنا شويه اكتر في البيزنس،
برضه انا ماشي في القصه بتاعت ان لا ده احنا بنمرن في التراك ومش عارف ايه وكده. النقله من هنا الاونلاين جه قبل الاون ذا جراوند. انا الفلوس كبيرسونال انا كمحمد شريف لسه ما فيش شركه، لسه ما فيش حاجه خالص. حلو. لسه كل ده بدأت انا تعمل نيوتريشن كوتشنج ده اونلاين قبل حتى ما تكسب فلوس من الارض من الكوتشنج، ولا الاثنين كانوا في نفس الوقت؟ لا ولا الاونلاين بديت على طول كبدايه في الاول. حلو. بعد كده الاون جراوند محتاج ان انا كان لسه التيم بيمرن ببلاش والدنيا ببلاش اون ذا جراوند كل ولا؟ ده. طب انا دلوقتي هحتاج ادخل فلوس، تمام، بس في نفس الوقت كان دايما انا والدي في البانكينج سيستم والحاجات دي كلها، فكان دايما بيخاف ان انا ابدا بزنس من غير ما اكون حاطه على اسس فيعمل لي مشكله. الفلوس دي، فهو في حاجه اسمها انا اخش اخد فلوس من حد كده ماشي من غير ما فيش حاجه اسمها كده. فانا لازم ان انا اقننها، لازم اليجلايزت، لازم ان انا احطها في اطار قانوني شكل مناسب عشان ما اضرش نفسي. فروحت تعاقدت مع النادي ساعتها، وكان رسميا ما انا لازم انا هاخد فلوس من حد لازم قصاد، ما فيش حاجه اسمها انا اخش اخد سلام عليكم، ما فيش الكلام ده. فرحت رسمنتها مع رحت كده رسميا يا جماعه انا هعمل 1 2 3 4 وهنطلع اسمها ايه يعني، يقطع له كده زي ريسيت بتمن السيشن او تمن الشهر او تمن وات ايفر ايا كان. اول لما حطيت تسعير لو كان بيجي لي 100 بقى بيجي لي 10. متخيل القصه دي محبطه لحد يعني، متخيل الاحباط كبدايه كان عامل ازاي؟ هتقول لي يا نهار ابيض، ده معناه كده الناس كانت مش مقتنعه باللي انت بتعمله. سنين انت قعدت سنين بتبني، انت كده مش مقتنع ان انت الناس كده مش اي حد يقول لك شفت بقى يعني هو كان عنده العدد ده كله عشان كان ببلاش. ده معناه ان هو بيدي الخدمه، الناس كانت بتيجي مش فارق معاه بتاع. هم اصلا لو كانوا مقتنعين بالخدمه بتاعتك كانوا دفعوا حتى على الغالي. كلام كتير هتسمعه في الاول بس ده كلام يوتوبيان، كلام مثالي، كلام مش على ارض الواقع. ماني توكس، الفلوس بتحط على الترابيزه يبتدي الواحد بيفكر مره والتانيه والتالته. معظم البودكاست اللي سمعتها او معظم الحاجات، ودايما بقول القصه دي، الناس بتتكسف تتكلم في فلوس. نفسي افهم ليه ما تتكسفش تتكلم في فلوس. ده حصل في ارض الواقع. عرفت تريتين الكلاينتس دول ازاي؟ مش هتخلى عن مبدئي، مش هنزل جنيه، مش هعمل، انا عارف انا بقدم ايه. طب هتعمل ايه؟ بس من 100 ل 10 لا ما كانش عندك اي نوع من السيلف داوت او اللي هو انا شكيت في نفسي؟ طبعا عندي سيلف داوت. لو قلت لك حاجه كده الراجل بضحك عليه طبعا. يا نهار ابيض ايه الاحباط ده؟ طب فين الناس يا جماعه؟ انتوا فين؟ السعر غالي، بس السعر على فكره هو مش غالي، هو اخد سيرفيس ببلاش، هو اتعود على ببلاش، فمستحيل يدفع بده الا اللي هو مقتنع وبيبيليف في اللي انت بتقدمه، هو مؤمن باللي انت بتقدمه، فعشان شاف تغيير فمستعد يدفع الفلوس وحسب قدرته الماليه. ده اهم كلاينت عندك اللي هيفتح لك فانل السيلز بتاعتك ويبتدي ان هو يشتغل معاك على ازاي يدخلك مبيعات بعد كده قدام، لان انت في حد مقتنع باللي انت بتعمله، مؤمن باللي انت بتعمله، وفي نفس الوقت عارف هو بيدفع ايه كويس قوي. فهيجيب الكلاينت اللي شبهه، هيجيب الكلاينت اللي ويلنج وعنده الاستعداد يدفع الفلوس دي كلها. فبالتالي بدأ بقى من هنا الستركتشر والشيب يختلف. ناس معينة بفكر معين بشكل معين هم عايزين ياخدوا المنتج او السيرفيس دي. وفضلت ما تراجعتش، فضلت ثابت على رغم ان انت كنت حاسس ان ايه ده، هو ايه اللي انا بعمله؟ ما تراجعتش ب 1% نزول. ما عملتش ولا ما عملتش كلمه ديسكاونت دي سنين ما اتحطتش. طب وايه اللي حصل؟ ال10 دول ازاي زادوا؟ قالوا للناس بدأ يزيدوا تاني؟ انا ما كنتش عندي ماركتينج بجنيه، ما فيش حاجه اسمها كده. وورد اوف ماوث كان اقوى ماركتينج تول. لما انا اجي اقول لك يا يوسف انا جربت النهارده اكس، انت مش متخيل ده فرق معايا ازاي، غير لو طلع لك في اعلان النهارده اكس بيقدم لك مش اللي انا قلته لك هتقتنع بيه 100 مره عن لو الاعلان اللي انت شفته. وورد اوف ماوث از فيري باورفul. الناس بس مش عارفه قيمتها قد ايه، سبيشال لو انا شخص باطل فيه، شخص شاف نتائج. انا عندي فضول رهيب في الحته دي، لان انا برضو انا متوقف على الصدمه بتاعت ان الاعداد نزلت النزول ده. هل ال10 تنفار اللي فضلوا دول اتكلمت معاهم في هو انت يعني بشكل او باخر يعني ايه اللي مقعدك، او يعني عرفت منه اللي هو طب ما انت هو ده كان ممكن طبعًا. كان بيتمرن مع واحد قبله اليوم اللي قبله وده ماشي يا عم، في 90 واحد مشيوا طبعا، انت ليه قاعد وبتدفع الفلوس دي كلها؟ كان دايما والدي يقول لي كلمه مهمه جدا بس لما كبرت، تقول لي complaint is a gift.
الشكوى دي هديه خدها. فانا قبل ما اعلي السعر او قبل ما احط سعر انا قعدت مع الناس كلها وقلت لهم انا هعلي سعر. طب اقول لك على حاجه تضحك، انا لحد دلوقتي في فيتنس جرايند والله، والناس اللي بتسمع الكلاينتس كلهم بتوعي وكل الناس اللي موجوده معانا عارفيننا والكلام، انا بقعدهم في السيشنز يا جماعه احنا هنغلي الشهر الجاي. طبعا هتقولي والله يا جماعه احنا هنغلي الشهر الجاي، احنا بنقول لكم عشان احنا عايزين نمنتين في شفافيه بيني وبين المؤسسه والكلاينتس بتوعنا. لا بس انت دلوقتي انت ما شاء الله انت بنيت بقى سمعه، انما وقتها وحتى ساعتها ما انا بقول لك ايه، انا مؤمن بحاجه من ساعتها. انا قعدت يا جماعه احنا هنحط ليه هنحط فلوس؟ عشان انت النهارده لو انت 100 بني ادم وجيت انت كده تتمرن، انا مش مقتنع ان في حاجه اسمها جروب سيشن فيها 100 بني ادم. انا شايف دي بالنسبه لي حفله مصغره وده انفايرمنت تهيئ ان اي حد يتصاب، لانه غصب عنك الشخص مش هيركز معاك مستحيل. انا لو انا سوبرمان، ما هو انا عندي طاقه، انا ككوتش هبص على كام واحد. لما اتكلمت معاهم قبل ما تغلي انا متخيل ان في كتير مش في 90، يعني ما اظنش ان في 90 واحد قال لك لا انا مش هاجي، و10 بس اكيد في ناس قالت وبتاع وبعدين اختفوا. لا في ناس ما اتكلمتش، ناس بتتحرج تاني، ناس بتتحرج تتكلم في فلوس. الناس بتتحرج تتكلم في فلوس. هم اختفوا كده بس لما انت الفلوس مش حاجه نتحرج نتكلم فيها، دي جزء من احنا مش عارف يمكن يعني احنا في مصر انا النهارده لما بطلب كوتيشن من حد لو غاليه مش بختفي. أيوة. انا بقول له لا. انا بعتذر لك، انا اسف الكوتيشن غاليه، اتمنى نشتغل مع بعض في فتره تانية قدام، مش هيقلل مني في حاجه. بس انت لما اتكلمت معاهم قبل انت كان عندك هيدز اب، يعني انا المعلومه دي جديده عليا ان انت قبل ما تنزل بالفلوس اكيد حسيت ان ايه ده الدنيا مش ناس كتير اللي مثلا مبسوطه، ما حسيتش ان ايه ده طب بلاش السعر ده، حسيت برضو حتى لو جالي 3 هحط السعر ده؟ لا ما هو برضو مش غشيم يعني برضو ايه. انا النهارده بفكر انا مين التارجت اودينس بتاعي، مين الكلاينت بتاعي. التارجت اودينس بتاعي مثلا اكس ده مثلا ممكن يكون بياخد ساعتها كانوا كلهم طلاب معظمهم، بياخد مثلا فلوس من اهاليه قد ايه. حلو، يبقى انت دارس بقى. انا هرجع بص، لو انا قلت لك عملت فيها عنتري وانا حطيت السعر كده، يبقى انا كده مش فاهم حاجه. فاهمني؟ فانت كنت عارف ان هو قدرته يقدر. انا النهارده لازم يبقى عندي داتا. انت انا عايز مين؟ انا عايز الفلاني هياخد من اهله اكس، فالاكس ده لو خدت منه تشانك كده حته صغيره فيعرف يدفع مش عارف نسبه كام في المية، فحط كده. لو انت بتاخد اقل من اكس انا مش عارف اوفر لك الخدمه، مش عشان انا مش بسجل يعني، انا مش بقسمك بين انت بتاخد اكس ايه، لا انا هقدم بكام. دي كانت البدايه بس. وقد كان عايز اقول لك ال10 تنفار اللي قاعدوا دلوقتي ساعتها يعني هم اللي هم مالتيبلايد بقى 10 20، وال10 دول بقوا قلبا وقالبا، بقوا بيساعدوني في السوشيال ميديا ببلاش وبقوا بيتكلموا مع الناس ببلاش. هم حابين الموضوع لان الموضوع قائم على ده. هو المغزى من القصه دي مش ان حد يبقى قاعد بيدور على حد، ان احنا زمن غير الزمن. لو حد من بيسمع من الناس الشباب اللي لسه بتبتدي والكلام ده كله فهو عايز يدور هيخلي الناس ببلاش، لو حد قلت له ببلاش دلوقتي هيبقى رد قاسي. فاهم قصدي؟ لا هو الفكره بتكلم في الفكر نفسه. في الفكر نفسه انك ازاي دي كان التول بتاعتي عشان اختبر الناس اللي معايا. ايوه مش معنى كده ان انت بتقول للناس طبعا لا طبعا لا، احنا في ظروف غير الظروف دلوقتي. لا لا وبعدين الناس عارفه انت بتعمل ايه دلوقتي بالزبط. وفي مليون حد بيتكلم الموضوع فيها. كان مختلف. الدنيا... دي كبدايه. لو انت عايز ازاي تجيب اول كام كلاينت، اولا تكون مؤمن باللي انت بتعمله 100% 100%، وتبقى عارف انت بتقدم ايه. ما يكونش عندك امبوستر سندروم، او لو حتى عندك امبوستر اللي هو ايه انا شاكك في اللي انا بقدمه، لا ادرس وامن نفسك كويس قوي، دوس ودايما تكتب الخطوات بتاعتك بالقلم الرصاص عشان ممكن تمسح وتكتب تاني، لان عادي انت بتتعلم في الطريق. اوعى تكابر. ايجو هو اكبر حاجه ممكن تاخدك لتحت في ثانيه. هو الايجو بس. انا عندي ليك كام سؤال تاني عشان مش عايز اطول عليك قوي، بس في حاجتين يمكن عايز اتكلم معاك فيهم. اولا احنا نعرف بعض شخصيا من زمان، ويمكن قبل التصوير كنا بنتكلم شويه ان انا بشوف ان انت من اكتر الناس اللي بتستمر. يعني حتى قلت لك وانت لسه على السوشيال ميديا بتبتدي ومش عارف ايه وكده، انا حاسس ان انت الفتره دي انا شفتك في الفتره دي، انا حاسس ان انت ما فرقت، يعني فرقت في تطور الاسلوب والكواليتي بتاع، بس قصدي الاتيتيود. انا هقوم الصبح هصحى هعمل كذا هلتزم، الحماس اللي بتتكلم بيه انا هروح مش عارف ايه عندي تصوير ايه، ترتيبك للمواضيع،
ما اختلفش من وقت لما انت كان عندك كام الف فولور لغايه مثلا دلوقتي لو احنا بنتكلم كمثال على السوشيال ميديا لغايه ما دلوقتي ان انت ما شاء الله نفس بتصحى مع ان اكيد كان في وقعات في النص وزحاليق وحاجات زي كده كتير. ايه مش عايز اقول ايه السر، بس ايه من وجهة نظرك اهم الحاجات اللي بتقدر تخليك تصحى من النوم تعمل نفس الحاجة؟ واعتقد ان انت برضو بشكل او باخر جاوبت، حتى لو انت مش قادر، حتى لو انت يومك بايظ، حتى لو الدنيا البيزنس مش شغال كويس، ايه اللي الناس تقدر تعمله عشان تعرف تستمر بغض النظر الظروف؟ طيب خليني اقول لك اللي انا هقوله لك دلوقتي ده مش بلادي، ده مش شعارات، دي حاجة انا بعيش بيها كل يوم الصبح. اولا قبل ما اتكلم في اي حاجة، انت النهارده قلت انت بتعمل كذا كذا ما شاء الله مش عارف ايه، انا اللي انت شايفه في عينك ده والله العظيم انا لحد دلوقتي مش شايفه. يعني انا لحد دلوقتي انا ما بقعد مع نفسي انا والله العظيم ما عملت يعني من اللي انا عايز احققه، او انا يعني لسه في كتير قوي في دماغي. انا شايف ان انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده كبدايه. وكل مره لو حد بيقول لي كده انت يعني تحس كده انت عايز تاخد الحته دي وتحطها مش عارف في موتيفيشنال، والله ابدا، والله يعني والله ابدا، ده مش عشان يتقصقص ويتحط في حاجه تحفيزيه خالص خالص. ده انت من جواك، ده انت بتعيش. وهقول لك بيزد على مواقف. اول حاجه الريسيبي للقصه دي الايمان بنفسك. انا مؤمن بنفسي الحمد لله رب العالمين بشكل ان انا ممكن اراهن، لو انت قلت لي هتراهن عليه هقول لك هراهن على نفسي في اي ظرف من الظروف. مش ايجو ومش عنطزه خالص، ده ايمان بالله. هتقول لي يا عم اللي دخل هو دي بوصلتي وما بتكسفش اتكلم فيها لا، انا بوصلتي او المورال كومباس بتاعتي عندي ثقه ان انا في ربنا غير عاديه، لان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون برضي ربنا في اللي انا بعمله، فاكيد هيكرمني بشكل ما. يبقى الايمان باللي انا بعمله ده رقم واحد. الايمان اللي بعمله ده متلخص في ايه؟ متلخص في ان انا سبت البنك وسبت كل ده، وانا ساعتها كانت بنتي عندها 2 سنين، كنت متجوز بقالي كام سنه، كان عندي 30 سنه، اول بدايه ال 30 سنه انا ما خدتش الخطوه دي وانا عندي 20 سنه، وخدت الستيب دي في عز ما انا كنت يعني ايه في المعمعة زي ما بيقولوا. فده كان مراهنة على نفسي. والبوست النهارده لحد دلوقتي موجود على انستجرام، وانا عامله كان يوم عيد ميلادي، وكنت حاطط ان انا لو في حاجه هراهن بيها هراهن على نفسي. انا سايب البوست ده هنا لقدام ليا انا عشان اشوفه كمان كام سنه. يبقى ده رقم واحد، فالايمان بالنفس. التاني هتقول لي حاجه تانية عملتها ايه ليه بتراهن على نفسك؟ فوقت لما كان اكتر وقت احنا بنعيشه فيه ايكونوميك كرايسيس والحاجات دي كلها، السيفنجز بتاعتي استقطعت جزء كبير جدا منها عشان يكون عندي بيزنس قائم اونلاين واعرف اشتغل عليه واكون بهدج لقدام واكون قدام مع اني كنت ممكن اخد الفلوس دي افضل محوش عشان انا خايف ومش عارف المستقبل، لا بس تاني براهن على نفسي ممكن اعمل ايه قدام. يبقى ده دليل، مش عشان ناخد الحته دي نحطها في مقطع تحفيزي يلا قوم ابدا، لا دي حاجه حقيقيه انا الحمد لله بحاول اعملها كل يوم الصبح، وبدعي ربنا دايما ان هو يفضل مديني حته الايمان بيه. ده رقم واحد. رقم 2 البيربس. البيربس هو الغايه. انت النهارده بتفتح عينك كل يوم الصبح ليه؟ لو انت مفيش سبب او معنى لحياتك انت بتعمله، مش هقولك ان انت بقى بعيد، لا انت في جزء كبير قوي من اكله حلوه قوي نفسك تدوقها انت ما دقتهاش، انك بتعمل حاجه انت بتحبها، انك مش بتقوم بالعافيه وانت عينك مش عارف تفتحها عشان تروح تقابل ناس في المكتب شكلهم. however تاني الناس دي لو انت بتقوم وبقى مبسوط في المكتب ده ليك، not everyone. ومش كل شخص مطالب يكون entrepreneur او رائد اعمال خالص. ده احنا ممكن نتكلم في حلقه كامله فيها عن الاجلي تروث او الوش او الوجه الاخر بتاع رائد الاعمال، دي قصه تانية خالص. بس الاهم حاجه انا بتكلم في البيربس، في المعنى. يبقى المعنى انت بتصحى كل يوم عايز تعمل ايه. تالت حاجه الفاليوز. ايه القيم اللي انت بتقوم بيها كل يوم اللي تخليك كل يوم بتعمل حاجه بنفس الشكل اللي انت عايز تعمله؟ ايه الفاليوز بتاعتك بجد؟ انت نفسك تعمل ايه في يومك بجد؟ انت عايز تعمل انت عايز تعمل ايه؟ عايز توصل لايه؟ الفاليوز دي او القيم دي لو متحدده، ده حاجه هتبقى سهله جدا 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 بالنسبه لك انك تفضل مكمل. واخر حاجه
البرايورتيز والاولويات. يبقى الخطه او الريسيبي فور كونسيستنسي، خليك بليفر، مؤمن في نفسك حتى لو جه سقطات مفيش مشكله، عادي، احنا بني ادمين وبشر، نهون على بعض. الناس بتقول وابتدي يا عمي عادي، هتقع وتدلق وتقوم تاني، دي الحياه. يبقى عندك معنى اللي انت بتعمله، بيربس كل يوم الصبح، يبقى عندك فاليوز وقيم وبترضي نفسك وبترضي ربنا في اللي بتعمله كل يوم. واخر حاجه يبقى عندك اولويات. انا شايف دي الريسيبي فور كونسيستنسي. فانت لو جيت سالتني النهارده انت بتعمل الكلام ده ليه، الخص لك الكلام ده كله عشان انا مؤمن ان انا الفاليو او المعنى. اول حاجه انا مؤمن بنفسي جدا 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 وباللي بقدمه جدا 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 ومقتنع باللي انا بعمله جدا جدا. البيربس ان انا عندي هدف اسمى واكبر بكتير. والنهارده اللي بيشوفني الفيديو ده، في حد بيسمعني، في حد بيشوفني، اللي هيشوفني على الفيديو هيعرف يقراه في عيني. انا والله ما بغني، انا بقول اللي انا حاسس ومؤمن بيه. انا النهارده بقوم كل يوم الصبح نفسي اسيب امبرنت، اسيب علامه في كل شخص بقابله ولو بنسبه 1% حاجه ايجابيه. ده انا والحمد لله من نعمه ربنا علينا، بحب الناس وبحب اشوف الناس وبحب اشوف الحلو في الناس وبحب اشوف كل شخص قدامك انه كتاب، وانت في تشابتر كام وبتعمل ايه ونفسك توصل لايه. واسيب يعني نفسي دايما اي شخص بتكلم معاه هو عنده حاجه حلوه انا متاكد فيه نفسه هو يشوفها. الرياضه كانت دايما بالنسبه لي عامل، الرياضه عمرها ما كانت غايه. الرياضه دي كانت التول او الفيكل او الوسيله بتاعتي اللي اعرف اوصل بيها للناس. خليني اسالك سؤال او سؤالين. السؤال الاولاني هو له بقى علاقه ب ازاي انت اتغيرت، او خلينا ناخد السؤال بتاع البيزنس الاول. لو قلت لك انا عجبني قوي ان السؤال اللي فات ده انت عارف بالظبط 1 2 3 4، انت يعني واضح ان انت فعلا عايش يعني الفاليوز دي، انت عارف هم ستراكتشرد جدا في دماغك. ف سؤالي بقى ليك في البيزنس، لو خدنا لقطات سريعه من خلال السنين من ساعه ما بدات في التراك في النادي، من ساعه ما الموضوع بقى ببلاش، لو جينا نتكلم على محركات النمو، يعني ازاي انا جبت كلاينتس اكتر، ازاي انا رحت اجيب من هنا لهنا. انت قلت اوريدي جزء كبير من الموضوع ده، ان انت اولا انت كنت بنيت من الصفر وكان ببلاش، وبعد كده بقى في وورد اوف ماوث، وركزت على التيم والكواليتي اللي انت بتقدمها. ايه تاني؟ ده خدك من A ل B، من B ل C. 4 حاجات. حلو قوي الترقيم. 4 حاجات. تمام. هقولهم لك بعد كده، هحاول اشرح نفسي. ماشي. داتا، معلومات، بلاننج تخطيط، امبلمنتيشن تنفيذ. والثلاثه دول مش هيمشوا من غير التيم القائم على القصه. وده تحليل الشخصي، انا ما قريتش الكلام ده في حته ولا حاجه، دي بناء على خبرتي الحياتيه في البيزنس. فيتحمل الصواب او الخطا. انا النهارده مش جاي انظر على حد ولا انصح حد، انا ابعد ما يكون انا جاي احكي تجربتي اللي ممكن تكون مناسبه مع ناس تانية. اول حاجه داتا. ينفع النهارده تسوق عربيه من غير ما يكون فيها ولا نور ولا اي حاجه تبين انت رايح فين، ومش عارف في الاول انت هتروح اتجاه السخنه ولا مطروح؟ ده كان اول مشكله بالنسبه لي، ما كانش عندي داتا. محتاج ان انا اشوف البيزنس رقمي كبدايه في الاول. تاني، من نعمه ربنا عليا ان انا كنت راجل فاينانشال اناليست، وبديت في الانفستمنت بانكينج كتريننج كورس، اخدته حاجه اسمها الاي تي بي، ادتني حاجات معينه. بعد كده دخلت البنك، بعد كده اخدت كريدت كورس اللي هو اللي انا بقيت شغلتي ان انا ابني كيسز وان انا اشوف فاينانشال بلاننج ازاي. وكنت ساعتها بسلف بنوك، فكنت بتعامل بارقام كبيره جدا. فده اداني البدايه داتا دريفن. انا ببص على الارقام، داتا دريفن، انا داخل اشوف الارقام عامله ازاي. فدخلت، والكلام ده كله على فكره ما كنتش هعرفه من غير ما كان يكون عندي منتور. قابلت منتور بالصدفه، ودي برضو من الرزق اللي بتشوفه كده في حياتك. بيبقى في رزق كده ان انت بتقابل شخص ما، دور عليه، لو لقيته ربنا كرمك امسك فيه بايدك واسنانك، لو لسه دور على الشخص ده. حد منتور دي قبل الداتا والبلاننج والامبلمنتيشن والتيم نفسه، ده المنتور. لازم يكون معاك شخص يديك من تجربته وخبرته الحياتيه عشان يوفر عليك وقت. اللي هتاخده في 3 سنين هيدولك في 1.5 سنة، ومش شرط يكون في نفس مجالك، بس حد شاطر،
حد هيقول لك خلي بالك هنا في حفره اوعى تقع فيها روح يمين، وفر عليك ان انت تقع وتنظف لبسك وتقوم تاني. هايفر لو وقعت في الحفره خير وبركه، هتتعلم برضو هتتعلمها وهتتعلمها على العاصي وهتطلع عمرك ما هتقع في الحفره تاني. فالاثنين حلوين. دايما بص الموضوع بشكل مختلف يعني، فاهم قصدي؟ مش دايما بص بنظره واحده كده واحده بس. فاول حاجه الداتا اول حاجه تروح جاي عامل كده ارقامك، انت شايف كده الارقام قدامك ماشيه ازاي. عندي داتا ارقامي عامله ازاي، ايراداتي عامله ازاي. ممكن تبقى واحد بتعمل ايرادات هايله برافو عليك، بتعمل بروفيتس لا والله بصرف كله اكسبنسز، يبقى انت عندك مشكله. بتعمل ربح لا مش عارف اعمل ايه. طب بتصرف فين؟ طب بتصرف على السالاريز بتاعتك في البيزنس قد ايه؟ طب عندك فيكس كوست ولا فاريبل كوست؟ انا شايف ان الجزء بتاع الداتا بتاع البلاننج ممكن اتكلم برضو معاك فيه في حلقه لوحده، اللي بقى دي الباشن بتاعي، دي شغلتي في الارقام. تخيل بقى ان انا بحب الارقام بس بحبها في البيزنس، فبقى امبلمنتد في البيزنس. لما كنت بعمل ارقام لبنوك تانية كنت حاسس مين الناس دي، انا بعمل له ارقام دي ليه؟ انا ده واحد قاعد في بيته وانا بحلل له ارقامه، انا بحلل ارقام انا. فالنهارده بقول لك قد ايه الارقام دي مهمه قوي. تاني حاجه بلاننج، لازم يكون عندك بلان، والخطه دي تكون خطه واقعيه، خطه واقعيه بناء على الداتا اللي معاك. انت هتحقق ايه النهارده؟ فانا عندي بلان معينه عايز احققها، فانا معايا الداتا دي وداتا دي ودي 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 ودي، فده اهلني ان انا هعرف ان انا احط بلاننج في الحته دي وان انا اخطط القصه. بعد لما تخلص البلاننج بتاعك محتاج تنفذ. التنفيذ ده شفت بودكاست لكريستيانو رونالدو جميل قوي لسه بالظبط من يومين، كانوا بيتكلموا على الهوب بتاع اللي انا لابسها دي. وكانوا هو راجل بدخل انفستر فيها وكان بيتكلم وكريستيانو رونالدو من البني ادمين انا ما بفهمش في الكوره خالص على فكره، ماليش في الكوره تماما، بس بحترم الفجر ده كفجر ليه علاقه بالديسيبلين ونختلف او نتفق، بس انا يعني ده راجل بيلعب في توب ليفل وهو عنده كام سنه، حاجه طبعا مش عاديه. فالراجل بيساله الساعه دي ساعه ريكفري، دي مش ساعه يعني، دي كده ديفايس بتشوف الريكفري بتاعك وعمليه الاستشفاء في جسمك عامل ازاي. الناس اللي بتسمعنا ممكن تخش تبصوا على الفيديو هتلاقوا انا بتكلم على ايه، اسمها ووب. فبيقول له انت يعني بتلبس الساعه دي بقالك كذا 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 والريكفري بتاعك هايل وعمليه استشفاء هايله، انت ازاي كونسيستنت كده، انت ازاي شاطر كده؟ كريستيانو رونالدو رد عليه رد عجبني قوي قوي. قال له everyone wants to be كريستيانو رونالدو، الناس كلها عايز تكون كريستيانو رونالدو، بس لو انا اديتك النهارده الريسيبي دي او الطريقه بتاعتي هل هتعملها؟ وده اي اوبننج على فكره، ده اي اوبنر. انت النهارده دي حاجه تخليك انت تبص، هو كل ما كنت موجوده في كل حته، في كام واحد هيفتح الكتاب عشان يبص عليه؟ صح. هي مش المعلومه هي اللي انت واقف عليها. ودايما هتلاقي في الفيلد في الكومبيتيشن ناس تخلي بالها وتحافظ على المعلومه وما تحبش تقولها عشان لا قول المعلومه. او اطلع اقول لك انا ما عنديش سيكرتس، تنفيذ. The superpower is in the implementation. القوه الخارقه في التنفيذ، مش في مش بس في البلاننج. فالتنفيذ مهم. وتيجي بقى اخر حاجه التيم بتاعك اللي هيكون قائم على التنفيذ ده، ودي اصعب مرحله. هتقول لي يا سلام ازاي يعني داتا وبلاننج وامبلمنتيشن وتقول لي التيم ده اصعب حاجه؟ ده رأيي الشخصي. التيم محتاج حاجه مش هتتعلمها في الكتب، هتتعلمها في الحياه. التيم محتاج emotional and social intelligence، ذكاء اجتماعي غير عادي، لانك بتعامل نفوس، بتعامل بشر. اللي انت بتعامل كمبيوتر، الامبلمنتيشن بلاننج اند سو اون، الحاجات دي كلها، بس في التيم انت بتعامل نفوس. ازاي هتعرف في عز الازمات تمانج التيم؟ ازاي هتخلي التيم يكون بيثق فيك وتعرف ان انت لما توعد تقدم بجد وما تخلفش؟ التيم لو شاف فيك ان انت عندك كواليتيز معينه، ان انت مش بس ليدر، ان انت بني ادم، انسان ورا الفيس بتاع الليدرشيب ده، بني ادم هو بيثق فيه وبيحترمه وبيحبه، هيخش هيدوس معاك في اي حاجه، في اي حاجه. اسالك هنا سؤال قبل ما نروح لاخر سؤال، يعني كفولو اب، الاربع حاجات اللي انت اتكلمت فيهم دول هل ادوا؟ لو تقدر عشان متخيل ان في ناس كتير من اللي بتسمعنا دلوقتي بيبقوا بيدوروا على التاكتكس او التكتيكال، او اللي هو انت طب انت بقى الاربع حاجات اللي انت اتكلمت فيهم بالبلاننج بالداتا والحاجات دي، هل طلعت منهم بكونكلوجن معينه ممكن نقولها للناس ان انا والله يا جماعه الاربع حاجات دول ادوا الى ان انا مثلا في الجروث انجن بتاعي او النمو يبقى بيست على ان احنا بنركز مثلا قوي سوشيال ميديا، او ان احنا بننزل على الارض مش عارف ايه، او ان احنا لقينا ان الورد اوف ماوث شغال كويس فبدانا نعمل الحاجات الفلانيه عشان نصب بنزين على الورد اوف ماوث؟ هل الاربع حاجات دول ادوا الى
شويه حاجات تكتيكال اون ذا جراوند انت حاسس ان هي من اكتر الحاجات اللي فرقت في البيزنس تقدر تنصح حتى الناس بيها؟ هسألك سؤال، احنا بنكلم مين دلوقتي؟ يعني انت متخيل لما تسأل السؤال ده؟ عشان كل يعني الرد هيبقى مختلف على حسب احنا بنخاطب مين. طب فاحنا دلوقتي من السؤال احنا بنخاطب بزنس اونر ممكن يكون، خلينا نقول ان احنا في الحاله دي بنخاطب بزنس اونر ممكن يكون في مرحله قبلك بشويه بدري شويه، بيعمل حاجات بايده بس ممكن يكون بيبني تيم صغير او بدا يبني تيم، وهو بيدور على افكار تكتيكال وات وركت فور اذر بزنسز، ايه اللي اشتغل حلو مع البيزنسز التانية، من ناحيه هو قال لك ماشي تمام انا فهمت، انا بقرا الداتا بدات انفذ وكده، بس طب هل في حاجات معينه انت تنصحني بيها؟ انا عارف ان السؤال ما ينفع، مش هينفع نقول مثلا والله بص على فكره ده اعمل سؤال انستجرام حلو جدا، اكونت. ده سؤال حلو جدا، بس ده سؤال يعني بيفتح حاجه. لا احنا عايزين يعني. احنا فاضل لنا سؤال، بس انا عايز اعرف يعني ممكن تدي للناس كويك تيبس كده، اللي هو الداتا ادت ده اشتغل معانا زي ما قلت في الورد اوف ماوث، زي ما قلت في الاول. طيب فاهم قصدي؟ طيب خليني كده ايه احاول ايه، انا مش مرتب افكار المره دي، مفيش 4 خطوات ولا حاجه. ده مفيش 4 خطوات لا. دي. يعني هساعدك في الورد اوف ماوث، كان واحده منهم دي. بس انا هجيب لك بشكل مختلف كبزنس اونر، هجيبها لك بشكل مختلف تماما. اول حاجه اكتب كل حاجه في ورق. يعني ايه؟ اي حاجه هتتفق معاها مع اي شريك، شركه، ثيرد بارتي، اكتبها على ورقه وما تتكسفش. اوكي. مش عيب ابدا تكتب كل حاجه، اعتبرها كانك بتفكر نفسك وبتفكر اللي حواليك، مش تخوين لبعض ولا اي حاجه. اكتب كل حاجه على ورق. المراحل الاوليه عايزه ده. رقم 2، لو مش هتعرف تاخد مرتبك من الشركه في كبدايه في الاول، والله ما بتكسف اتكلم في الفلوس، اتكلموا في الحاجات دي كلها. اكتب الرقم اللي انت شايفه هيكون مناسب ليك انت والشركاء بتوعك والناس القائمين، وما تاخدوش دلوقتي، بس اكتبوه. ولما توصلوا لرقم ريفينيوز وايرادات معينه ابتدوا خدوه، بس اتفقوا عليه حتى يكون حافز ليهم لقدام، عشان الاختلاف طبعا. التفكير وقت لما الدنيا لسه البدايه مختلفه. انا الحمد لله رب العالمين، انا رزقي ان انا معايا ناس زي اخواتي، فده الفكره. بس انا بتكلم لقدام كبلاننج وايز اهو. فانا بقول انا بتكلم دي مش دي بناء على حاجات انا شفتها مع ناس تانية. اكتب كل حاجه في ورق عشان ما تختلفوش يا كو فاوندر. اكتب الكلام ده كله في ورق، اكتب الكلام ده كله في ليجل دوكيومنتيشن. امشي عدل، امسك كل حاجه كده، كل حاجه 1 2 3 4. مش امشي عدل دي كلمه تقيله قوي، بس قصدي يعني امشي مظبوط في كل حاجه. ورقك كله يبقى جاهز، ورقك كل ابني حاجه تبقى بناء على اسس، عشان لما ربنا يكرمك يبقى في جروث ما تتفاجئش، ما تعرفش ان انت ده ياخرك لقدام. قراراتك ما تبقاش ايموشنال. لو انت بني ادم عاطفي جدا جميل، ده معناه ان انت بني ادم وانسان. هل البيزنس عايز الشخص، هتقولي بقى المفروض انا ارد عليك اقول لك البيزنس عايز شخص قوي، شخص جامد، شخص اي كلام. البيزنس عايز شخص حكيم، شخص يكون ايموشنال يت ديسايسيف، يت ان هو يعرف اسيرتيف، يديك القرار تك، انت عارف ان القرار ده خلاص، القرار ده لمصلحه الشركه، لمصلحه البيزنس. طريقه تعاملك مع الناس، ما تعاملش الناس بالطريقه اللي انت عايز تتعامل بيها، عامل الناس بالطريقه اللي كل واحد فيهم هيتعامل بيها. في واحد بيبقى عايز امباثي واحتواء، في واحد بيكون عايز اللي هو التحفيز ويلا بينا وبتاع. كل واحد دي طريقه. هتتعلم الكلام ده فين؟ ده خبره حياتيه، مستحيل تتعلم في بودكاست مدته كده، ده حاجه هتاخدها بالوقت. ورابع حاجه خلي عندك سيلز ارمز قويه. اي بيزنس انت كسي او، انا شايف ان انت ليك شغلتين، او كوفاوندر ليك شغلتين. انت راجل بيزنس ديفلوبر، انت المفروض تكبر البيزنس بتاعتك والاستراتيجي بتاعتك وتكبر السكوب بتاع البيزنس بتاعك وتبيع. هتقولي انا ابيع؟ بيع، لان مفيش حد هيعرف يبيع احسن منك. انت اقوى بياع في الشركه، لان you know your product very well. تالت حاجه، اي حاجه ممكن تعملها لثيرد بارتي او تديها لشخص ما يساعدك فيها، خليه هو يعملها وديليجيت. اتعلم انك تدي للناس اللي حواليك الثقه والامان. اكبر بوتل نك في الشركه عندي انا من فتره كنت انا، مفيش حاجه بتعدي غير عن طريقي، بس ساعتها انا كنت بعالج ودي كانت غلط، بس كانت مهمه. الديليجيشن از فيري امبورتنت، وسيب الناس اللي تحتيك تغلط وبعد كده قومهم بعدين، مش هتكبروا غير كده.
ده ادفايس متكرر جدا من كل الناس اللي كده محتاج يو نوت بيرفكتنج. مش هتخلي كل حاجه وردي، مش هيحصل. هتغلطوا وهتعكوا، وش زي ما انت اتعلمت اللي تحتيك هيتعلم. يبقى محتاج تديليجيت، واي حاجه ممكن تديها لشخص حواليك جنبك يعرف ان هو يعملها مكانك، اعملها، خليه هو يعملها، وانت وفر طاقتك كبزنس استراتيجي. تمام. وتكون بزنس ديفلوبر وتكون بتبيع. الماركتينج مهم جدا. الماركتينج هو اللي انت انا دايما كنت بقول في فيتنس جرايند، انا كان اكبر مشكله عندي في فيتنس جرايند ولحد وقتنا الحالي على فكره از ماركتينج. كان واحد عنده عضلات كبيره جدا 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 بس عطوله لابس اوفر سايز تي شيرت، يا ترش عليها ميه يقلعوا التي شيرت. فاهم قصدي؟ انا مش محتاج، انت قوي اوريدي، بس الماركتينج هو اللي بيبين. لو انا النهارده مش عارف ابين اللي انا بعمله، فانت كده بتناشد نفسك، انت بتكلم نفسك احنا احسن. انت بتكلم مين؟ انت بتكلم الحيطه. قول للناس انت بتعمل ايه. الماركتينج از فيري امبورتنت. واهم حاجه لما تيجي تاخد اي خطوه، الكومبيتيتورز دي قصه ممكن نتكلم فيها بعدين كتير. بس الكومبيتيتورز اوعى انتميديت، اوعى يخوفك. الكومبيتيتور فيري هيلثي لو انت بصيت له بشكل ان ده بيفتح لك مجاله، بيعرف كانه كده ايه ماركتنج تول معاك، بيعرف الناس انت بتعمل ايه. مش مشكله. ورزقك عمره ما حد هياخده من بقك، مستحيل. هيجيلك بس اسعى له صح. وما تخافش من الكومبيتيشن، لان الكومبيتيشن ساعات بتكون هيلثي، ولو حد بيخبط فيك وحد بيكومبيتيشن معاك وحشه هتقويك، فهتخليك اقوى 100 مره مما تتخيل. بس اوعى تتنازل عن الفاليوز بتاعتك، اوعى تتنازل عن القيم بتاعتك. عامل ربنا قبل ما تكون بتعمل اي حاجه في البيزنس، وده جزء تاني بتكلم فيه. احنا مش بنخلط دين لا، احنا بنتكلم في قيم واسس حياتيه لازم نكون بنتكلم فيها. لو انت واخد بالك من الجزء ده، ربنا هيكرمك في اي حاجه. وانا بقى بقول لك كبزنس اونر جاي لك من قدام ولسه بتعلم، وعاش المعلم وهو بيتعلم. هقول لك ان انت انا والله العظيم انا تعرفت على ربنا في رحلتي في البيزنس، وان ربنا لما يحب يسخر لك حاجه ضد اي ظروف بتحصل، بس خلي نيتك صافيه وسليمه، وكل يوم كده وانت نازل بتعمل، شوف انت بتعمل ايه جد نيتك لحاجه حلوه. دكتور ننزل عشان تبقى عايز تعمل كده عشان ترضي نفسك وربنا، وتكون انت مبسوط باللي انت بتعمله. ده جزء ايماني انا بتكلم فيه عشان انا مؤمن بيه. انا واللي عارفني هيبقى فاهم ان انا مش تاني، انا مش بطلع بقول نشيد وطني. انا بقول حاجه انا مؤمن بيها، دي المورال كومباس بتاعتي اللي بتحركني كل يوم. افتكر دي كده كبدايه، يعني دي كده يعني اللي انا ممكن اعرف اراب اب باللي احنا بنتكلم فيه. بس نصيحه اخيره من اخ كبير او اخ صغير، ايا كان اللي بيسمع الكلمتين دول. لو انت مؤمن بفكره بروتكتد وحافظ عليها، وما تخليش الظروف تحاربك، والله ربنا هيكرمك لو انت نيتك سليمه وصافيه. وده طريق تقيل الانتربرينور شيب. انا غيرت جلدي كتير جدا في الفتره دي. اوعى الظروف تهتك. مش مشكله ان انت تبتدي تروح يمين او شمال، بس اي اند برايس خليك كده عارف في الاخر انت عايز توصل لايه، وخلي عندك الواي او المعنى انت بتعمل كل يوم الصبح ده عشان ايه. لو انت عندك الكلام ده كله، اللي يحصلني يكسرني. بس كده تلمت الموضوع كله بشكل، يعني انت جاوبت حتى على السؤال اللي كان فاضل. عايز بس اديك فرصة، لو شايف ان احنا في حاجة ما غطيناهاش او حاجة انت حابب تضيفها او كده، هل شايف ان في اي حاجة؟ انا حاليا انا ما فيش اي حاجة عايز ازودها، لان اي حاجة هزودها هنقعد ساعتين تانيين مع بعض. بس انا اكتشفت نفسي جدا في البودكاست ان انا بحب ان انا اتكلم مع الناس اللي بحبها واخد ودي. وانا عايز اشكرك على استضافتك بجد ليا. انت من الناس اللي انا بحترمها، وهتقصص الكلام ده. ده بجد انت من الناس اللي انا بحترمك جدا. وانت شفتني في مراحل وانا لسه ببتدي، وانا شفتك في مراحل وانت بتبتدي. و عندك يمكن كل الضيوف اللي بيجوا بيقعدوا يتكلموا عن نفسهم، بس انا يمكن انا محتاج اقول لك كلمتين تحطها. انت من اكتر الناس الستراكتشرد اللي انا شفتها، مش بس دلوقتي كمحاور شاطر انا لسه واخد بالي منها، وانت ازاي بتحاول تطلع الاسئله، ولكن في البيزنس واحنا كنا صغيرين انت كنت من الاسس ومن الناس اللي شكلت السيلز فانل بتاعتي. وعمري ما جت فرصه اقول لك الكلام ده كله، لان احنا كنا بنقعد قعده حبيه، وكنا بنقعد مع بعض
في التجمع وقعدت مره معايا قاعده من سنين فاتوا، يمكن انت ما تفتكرهاش بس انا فاكرها كويس جدا، وكنت بتشرح لي على ازاي تشكل السيلز فانل، ولما يجي لك ناس كتيره هتعديهم ازاي من الفانل والحاجات دي كلها. فانا اتعلمت منك كتير جدا جدا جدا. واي حد بقابله بحاول ان انا اخد اكبر كم من المعلومات اللي عنده، لان اكيد ديفينتلي عنده حاجه مش عندي، فحاول اتعلمها. فدي الحاجه اللي انا عايز انهي بيها البودكاست. اتبسطت معاك، ويا رب بجد الناس تسمع البودكاست لحد الاخر وما يزهقوش منه. مش عارف ارد اقول ايه الصراحه على كل ولا اللي أي انت حاجة. قلته ده. محمد شريف، شكرا لوقتك النهارده وشكرا لوجودك في 5 بزنس. حبيبي.